زمان كانت الحكاية تبدأ من رنة راديو قديم وصوت يحكي ويسافر بين القلوب. هنا نرجعك للذكريات بصوت أوضح وإحساس أدفى. حكايات راديو زمان، مسلسلات إذاعية تعيش معاك. اشترك دلوقتي وخليك معانا في كل حكاية. تقدم روائع التمثيليات الرمضانية. مذكرات زوجية، سهير البابلي، أبو بكر عزت، إخراج عصمت حمدي. بكر يا بكر، بكر يا بكر، بكر ما تقوم بقى يا أخي، المدفع ضرب. هي المغرب اتدنت؟ مغرب؟ ده مدفع السحور، اسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. طب روحي بقى جهز السحور، ولما تبقي جاهزة 100% تعالي صحيني. يا ريتني كنت عضل وبشيل حديد. كنت شلتك وقعدتك قدام الأكل. يعني ايه؟ يعني السحور جاهز على السفرة من الصبح. مش عايز من حضرتك إلا إنك تتعطف وتتكرم وتجرجر رجليك لحد عنده، ولا أجيب لك الأكل لحد هنا تاكل وأنت نايم. الله، ايه ما تبصليش كده، أنا مش مجنون عشان آكل على السرير. الأمر لله. أديني قمت. يا الله يا ستي. سهير، بكر، السحور فين يا حياتي؟ سلامة الشوف يا نور عيني. أمال إيه اللي قدامك ده؟ بص شوف قدامك إيه. قدامي جبنة بيضة لا ملح فيها، وزبدية صناعة منزلية، وزيتون في حجم الليمون. مش ده زيتون برضو؟ زيتون. إيه نعم زيتون. وده بقى طبق أمر الدين. آمنت بالله. حضرتك عايز إيه أكتر من كده للسحور؟ الله، دمك شربات. مداعبة رمضانية لطيفة. انت هتتسحري السحور ده؟ لا يا روح قلبي، أنا اتسحرت الساعة 1. نعم، الساعة 1؟ ليه؟ تناوية تفطري؟ لا، ناوية صوم طبعا. وانت على كده بقى على الظهر هتسقطي من طولك. بالعكس، هبقى نشيطة جدا وهبقى لطيفة جدا واعمل شغلي بنبه ووعي جدا جدا. يفتح الله جدا جدا. انت حرة في نفسك يا اختي. انا ما اقدرش اصوم لما ناكل اكل كده، اكل متين. عايز خضار، عايز لحمة اهبر فيها، عايز اسند المعدة زي ما يعجبك. بس اوعى تجيب اللوم عليا، انا بقول لك اهو. لا ما تخافيش، بس استعجلي عشان اقدر اشرب لي كوبايه شاي وكم سيجاره قبل الامساك. زكيه يا زكيه. نعمين يا ستي. حطي براد الشاي على البوتاجاز اوام يا زكيه، احسن ما فيش وقت. حاضر يا ستي. ايه بتعملي ايه يا حياتي؟ بكتب يا روحي. تكتبي ايه يا نور عيني؟ بكتب مذكرات زوجيه رمضانيه يا مهجة قلبي. بكر يا بكر، خلاص انوي الصيام اوام. حاضر. اما اقوم بقى اتمضمض واشرب وانوي الصيام. يا رب يا رب قدرنا يا رب. بكر يا بكر، اصحى يا بكر. ايه المغرب اتدنت؟ مغرب ايه؟ ده احنا لسه الساعة 9. ايه انت مش رايح الشغل ولا ايه؟ شغل؟ هو اللي يصوم اول يوم يروح الشغل برضه؟ الا بقى اذا كان ناوي يفطر يعني عايز لك 2 ولا 3 اجازة، ولما تتعود على الصيام تبقى تروح الشغل، مش كده؟ ما عندكيش فكرة قد ايه دماغي مصدعة، شواكيش نازلة راعي في طاسة نافوخي، ولا النار صدري ايد نار، حريقة ما تطفيهاش الا المطافي. جالك كلامي؟ قلت لك كل خفيف زي ما اكلت انا، ما عجبكش. يلا عوام، قوم فز يا اخي كده، قوم روح شغلك الله يهديك. الله، ما تبقيش بقى كده وتضايق خلق. امال سيبني نايم ما تصحنيش. انا حاسب النفس. انت صايم؟ انت بتعذب نفسك على الفاضي. مين قال ان الصيام نوم؟ صباحنا على الصبح يا فتاح يا عليم. يا ست قلت لك ما تضايقنيش، ما تخليش خلقي دي. امال وانت وصيه عليا اروح الشغل ما اروحش؟ انا حر، انا وكيفي، انا ومزاجي. الله، بس يا اخويا، نام ان شاء الله، تنام لك 2 3. اما اصحى بقى ابقى اتفاهم معاكي على الكلام ده. هي الساعة كام يا سهير؟ الساعة 5 يا بكر. الساعة مالها ما بتتحركش ليه؟ ما تشوفيها يا شيخة لا تكون واقفة. ده انت لسه صاحي، ما بقالكش ربع ساعة وزعلان انها لسه 5. صاحي ولا نايم، انا المهم مش انا صايم.
حطيت زيت في بطني ولا كنت بحلم يعني اني ناسي الاكل يعني؟ انت عايز تاكل وانت نايم كمان؟ دخلت عليا لقيتيني نايم والسيجاره ببقي. يوه. كمان يعني القصد عامله لنا ايه على الفطار؟ عامله ملوخيه. الزحلقه المعده اهي، وايه كمان؟ بطاطس بحوايج وزه الرفرافه. الرفرفه؟ ايه الرفرفه دي يعني امبارح ناكل وزه والنهارده واحنا صايمين نفطر على حوايج الوزه، مش كده؟ ما تخافش، عامله لك كوسه باللحمه المفرومه وطبق مسقعه باللحمه المفرومه. يعني النهارده كل فطارنا مفرومه؟ هي مش لحمه مفرومه ولا مش مفرومه؟ لا يا استهانم، انا عايز هبر. عارف يعني ايه الهبر؟ عايز احبر. يقدر على القدره الا ربنا. مش معقول امبارح وزه والنهارده هبر. يعني ايه فاهمين؟ معدتنا تبقى غلبانه معانا. على كده بقى ما عملتيش الكنافه؟ لسه. وما جبتيش لوازم السلطه؟ موجوده بس لسه مستنيه حضرتك اما تعملها بمعرفتك. ما اشتريتيش الفول؟ ولازمته ايه بس الفول يا اخواتي؟ اجيب لكش مطعم تفطر بيه؟ اسمعي، ما تتريقيش عليا بقولك، ما تضايقنيش في خلقي من فضلك. انا روحي بقت في مناخيري، مش طايق الهوا اللي بتنفسه حتى. بلاش يا اخويا تتنفس الهوا، بلاش. عايزاني افطس؟ عايزاني اموت عشان اوام تتلمي على المعاش؟ بكر ارجوك كفايه كده. طب بليت البلح ولا التين ولا اي حاجه نشربها على الفطار؟ فيه شوربه. الصايم يشرب حاجه سخنه مش حاجه ساقعه على المعده الفاضيه. انت هتفطريني على مزاجك ولا ايه؟ زكيه يا زكيه. نعمين يا ست. تعالي معايا علشان تجيبي لي الحاجه اللي هلبسها. حاضر يا ست. ايه ده؟ هتلبسي وهتروح على فين؟ تشتري البلح ولا جايبين بلح جاهز من اي قهوه؟ لا يا سي بكر، فايتلك البيت ورايحه افطر عند ماما. ايوه كده، اكشفي ورقك امال. قولي بقى ان الست حماتي عزمت بنتها اللي هي الست مراتي. انا بكلم مين يا سالم؟ سامعني وماشيه. الله، الصايم يا سي بكر ما ينكدش على اللي حواليه، ما يسليش صيامه على اهله. الصيام اتجعل علشان الواحد يهذب اخلاقه مش عشان يعفرت الناس. ده يعني قصدك ان انا معفرت؟ يعني راكبني عفاريت يعني؟ زعيقك وشخطك ونطرك ده هتركبنا 60 عفريت. وانا ما عنديش استعداد ابدا اخسر صيامي. طب ما بتعمليش الحاجه اللي انا عايزها ليه؟ ما اقدرش. الصيام الصحيح اننا نفطر على شويه تمر، على شويه فول، حاجه تخلينا نعيش. الصيام اننا نخلي اخلاقنا طيبه، لا شخط ولا نطر. نسمع درس يفيدنا، نستغفر ربنا، نصلي. مش كل كلمه خلقي ضيق روحي في مناخيري. يا اخويا افتح الراديو يا زكيه. حاضر يا ستي. طيب بكر، نعم. روح كده اتوضى وصلي واسمع الدرس من الراديو عشان ربنا يهديك ويقبل صيامك. الصوم مش الامتناع عن الأكل والشرب وبس، الغرض من الصوم أكبر من كده بكتير. أهم شروط الصوم التقوى وطاعة أوامر الله. والصوم هدفه سيطرة إرادة الإنسان على شهوات النفس وحرمانها من كل رغباتها. والصوم تدريب على الأخلاق الفاضلة. والصائم الحق هو الذي يملك زمام نفسه، لا يغضب ولا يشتم ولا يتكلم في حق أحد. سامع؟ ولو حد أساء إليه ما يردش الإساءة بمثلها. الصوم تدريب على الصبر، والصابر ينتصر ويكف عن كل شر وإثم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اللهم اغفر لي ما كان يزلف به لساني، اللهم اني صايم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحق على مين يا سي بكر؟ نعم، الرجوع للحق فضيلة. الحق عليا يا ستي وربنا يغفر لي. التائب عن الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله الحمد لله. بس كفاية بقى. ايه، اسيبك بقى لمذكراتك الزوجية واروح اقعد مع حماتك احسن ما اخلصش منها ولا من بنتها. رمضان كريم يا ماما. يوجتك ايه؟ الله اكرم يا حبيبي، استغفر الله يا رب، اللهم اني صايمة. خد الخضار ده اغسليه كويس يا زكية. حاضر يا ستي. بكر جه ولا لسه؟ جاي يا ستي، والستتين الكبرتين جم. يعني ايه الستتين الكبرتين؟ الست والدة حضرتك والست والدة الأستاذ. يا اختي سايبانا واقفة تتسايري مع زكية. يا اخواتي على قلبك. اهلا نينا، كل سنة وانت طيبة يا نينا. وانت طيبة يا اختي. بعد اذنك اروح بس البس فستان البيت. اذنك معاكي يا اختي.
انت يا ابني بتساعد الست في المطبخ؟ ايوه ماما، اصلي بسلس يوميا. هو انت يا حبيبي ناقص تعب؟ وانت شقيان في الشغل من صباحة ربنا، يوه استريح لك شوية. وهي الست بتاعته اللي وقعت من العلاية ولا حد سمع عليها؟ هي ستي يا حبيبتي، ناقص الراجل يطبخ بسلامتها تستريح. وهي مش شقيانة زيه من صباحة ربنا؟ يا جماعه هتتخانقوا في رمضان ولا ايه؟ انتوا صايمين ولا فاطرين بالمناسبه؟ صايمين يا اخويا. طب ما سمعتوش ان الكلمة الطيبة صدقة، ورمضان شهر الصدقات؟ واحنا يا مرات ابني لا سمح الله قلنا حاجة كده ولا كده؟ دي زي ما تقولي تسلية صيام. طب ما تقولوا بقى معايا انتوا الاثنين كده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا كويس. ايه اللي شايلاه ده وخارجه بيه يا زكيه؟ دي حاجة على ما أقسم من اللي طبخناه. ما هو عشان كده بسألك، يعني مودياه فين؟ لأم زينب اللي ساكنة في السطوح. سطوح ولا الارض حتى؟ هي الناس لازم تبعزق، انتوا ايه ما بتتعبوش في الفلوس؟ وعلى ايامكم يا نينا مش كنتوا بتبعتوا من اللي بتعملوه للجيران وهم يبعتوا لكم؟ لكن على زمان كنتوا بقى ما حدش هيبعت لكم حاجه ابدا، ولا حد هيحط فيكم كلمه طيبه حتى. لكن على أيامنا كنا نتسابق في فعل الخير من باب المظهرية، علشان الجيران يقولوا يا سلام على بيت فلان الفلاني، دول أهل كرم وعز، والخير ما يفرخش من عندهم. ايوه بس ست ام زينب اولا ساكنه في السطوح، ثانيا ملهاش راجل يصرف عليها، ومع ذلك ست اميره ما بتسالش حد. دي بقى اللي تجوز فيها الصدقة. وعلى فكرة بكلامكم ده ضيعتوا علينا ثواب الصدقة. وانتوا يا بنتي ذنبكم ايه؟ احنا اللي لتاتين ونحط مناخيرنا في كل حاجة. ست ناظر، نعمين يا ست دولة. تقصدي مين بقى؟ ما هو مش معقول تقصدي نفسك، انت بقى قصداني بالعنية. ماما حماتي، انتوا مش جايين تفطروا معانا زي عيله واحده ولا انت ايه؟ يا ابني كلك نظر، وربنا يديم عليك السمع. تقدر تحكم بنفسك، الحق على مين؟ عليكي طبعا. لا عليكي ولا عليها، خلوا الحق علينا احنا الاتنين، انا وبكر. روحي يا زكية يا بنتي، روحي ودي اللي معاكي وتعالي بسرعة. حاضر يا ست. واحد كفيف يا ست. خد يا زكية اديله الشلن ده، احسن حمات ابني تفتكرني بخيلة ولا ما بحبش اصدق على حد. ايه ده يا ست؟ ده شلن مدغدغ خالص، عمره ما يتصرف. انت يا بنتي مش بتقولي كفيف؟ 1000 مين ياخدوا منه؟ وهو عشان كفيف بدل ما تصدقي عليه تبليه بتهمة. خلاص يا ماما، خدي الشلن بتاعك يا نينا. من غير تعليق يا ماما، اللي يتصدق لازم يتصدق باحسن حاجه معاه، مش بحاجه ما تنفعش. واحدة معاها عيلين يا ستي عاوزة فطار. إذا كان عندكم أكل من امبارح بدل ما ترموه يا بنت. لا يا نينا، صدقة ما يقبلهاش ربنا مننا، لازم نقدم لهم من اللي احنا عاملينه دلوقتي، يعني من اللي احنا هناكل منه. تعالي معايا يا زكية. حاضر يا ست. هو انتوا يا بنتي على دي الحال من اول رمضان؟ ربنا يقدرنا يا نينا ونتم الشهر على خير. ربنا يقدركم يا بنتي، بس ده انتوا على ما يجي اخر يوم في رمضان تبقوا على البلاطة. يا اختي بعد الشر فلا الله ولا فالك، كل شيء بثوابه يا حماد بنتي. وربنا كمان خلق لنا عقل ليه؟ ها؟ مش عشان نميز بيه؟ ولا كمن بنتك مش غرمانه حاجه؟ ليه بقى؟ ما هي بتشتغل زيه. يا ماما صلي على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. الحلم سيد الاخلاق يا ماما، من فضايل رمضان التسامح والعفو. افتح الراديو يا ستي، المغرب قربت. ايوه يا زكيه. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. أي والله، بس اللي يتعظ. سامع يا بكر؟ سامع يا ستي، الحمد لله. مبروك يا سوير، ألف مبروك. على ايه يا بكر؟ بالشرف، فرحت لك فرحة ما تتصوريش قد ايه. اترقيت بقيت درجة تانية؟ قصدك انا ولا انت اللي اترقيتي؟ الله، مش بتبارك لي؟ يبقى اكيد حد قال لك سوير اترقت. استنى تردري ترقيتي اياك. الف مبروك يا بكر، قلبي بيرقص من الفرحة، والنبي تستاهل الخير كله. الله، على ايه ده كله؟ انا مش فاهم حاجة. الله، انت مش بتبارك لي لانك اترقيت بقيت درجة تانية؟ لا انا ما اترقيتش في الوظيفة. امال اترقيت في ايه؟ انا اترقيت في اللبس. اشتريت القماش اللي كان عقلي هيطير، كنت مهووس عليه. من بره وديته للترزي فصلها، من بره استلمتها.
واحنا فينا بقى من بره يا سي بكر. كنت هقول لك شاري قماشة ليه، كنت هقول لك بتفصل بدلة ليه. لا بس مش لما تبقى مفاجأة تبقى أجمل. على كل حال ألف مبروك، كل منايا إني أشوف شريك حياتي مالوش مثيل. هتوريها لي دلوقتي؟ تقدري تشوفيها في الدولاب، أما أنا فهقعد أكتب حادثة شراء البدلة في المذكرات الزوجية. ايه القيافة والشياكة دي. لا اسمح لي بقى، ده انت يستحيل تروح الشغل لوحدك. هتعيني لي حراس يعني يحرسوني لحد الشغل ولا ايه؟ انا الحارس اللي هيحرسك لحد باب الشركة واللي هيحرسك من الشغل لحد باب البيت. طب وليه التعب ده كله؟ لا يا اخويا، انا مش مستغنية ابدا عن جوزي حبيبي روحي، راجل بالفخامة دي والنزاكة دي والشياكة دي. حلوة النزاكة دي بتاعته. لازم تروح وياه، ما يجيلهاش قلب ابدا تسيبه يمشي لوحده. طبعا لازم رجليه على رجله. ده بس بيحصل يا حبيبتي لما يكون الزوج العبان ومش موثوق فيه. الشيطان شاطر يا بكر. لا ولا جد الشيطان يقدر يتشيطن عليا ابدا. انت مش في قلبي بس، مش في عينيا بس، انت في بطانة الجاكيت. الله يخليك. يعني بصراحة مكلبشاني في حبك. يعني بروح الشغل متكلبش، راجع البيت متكلبش، اشوف عيونك تروح مني كلبشة. اسمحي لي بقى اروح الشغل يا مكلبشاني. ده السينما أثرت عليك خالص يا بكورة. على العموم كلام يفتح النفس ويعجب جدا. مع السلامة، مصحوب بالسلامة يا حبيبي. ابقى امشي جنب الحيطان واوعى نملة تدوسك. طيب يا ولاد، طيب اقعدوا مطارحكم وخليكم شطار كده وحلوين، وانا هجيب لكم الفطار لحد عندكم. اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت. يا مراتي يا حبيبتي، مش معقول الكلام ده ابدا. ايه هو اللي مش معقول؟ مش معقول ابدا انزل كل يوم وانا متنرفز. الله، ايه اللي منرفزك تاني النهارده؟ المصيبه انك مش عارفه. ما هو مصيبتي اني ما بعرفش اقرا الافكار. الحكايه مش عاوزه الكلام ده كله. امال عاوزه ايه؟ عاوزه اقرا الفنجان يا ستي، لا افكار ولا فنجال. حكايه القميص اللي انت محضراه عشان البسه النهارده. ماله؟ شفتيه حضرتك؟ ماله؟ نضيف زي الفل ومكوي وكل حاجه. شفت الزرار اللي وقع منه؟ يا سلام. يعني لما يكون ناقص منه زرار الدنيا يعني هتتطربق على الصبح كده؟ ايوه تتطربق. تعرفي تقولي لي البس القميص ازاي؟ زي الناس، الكرافته حداري على الزرار الواقع. طب والبس الكرافته ازاي؟ زي الناس. اذا كان بقى الزرار الواقع هو الزرار الياقع بتاع الكرافته. طيب يا اخويا هات لما خيطه. اتفضلي. طبعا هتقعدي تدوري على الزرار وعلى الفتله وعلى الابره وتلضمي وتتلمضي، واتاخر انا على المصلحه واترفد، وثم تجوع انت والاولاد. الله، لا كده نافع ولا كده نافع. اعمل ايه بس يا اخواتي؟ يا ست انت بتحضري لي هدومي كل يوم الصبح وقبل ما اخرج من الحمام، مش كده؟ عارفه ليه؟ علشان تلبس بسرعه وتنزل. لا ابدا، تطلع الهدوم من الدولاب مش هيأخرني. المفروض انك تطلعي لي الهدوم الجاهزه، الهدوم النظيفه اللي ما فيهاش لا قطر ولا خياطه ولا حاجه. الشراب يكون سليم عشان لما اقلع كده عشان اصلي مثلا الناس ما تعيبش عليا ويقولوا لفندي اللي لابس شراب مقطوع وكعب رجله باين منه. يا رب. والقميص يعني تكون كده مش مقطعه وتكون زرايره كامله. البدله ما فيهاش اي بقع. الجزمه واخده بالك من الجزمه تبقى نظيفه، ما اقعدش انضفها في رجل البنطلون. كلها دي وظايفك انت. حاضر. فاهمه؟ حاضر، ما تزعلش ما تزعلش روحك، حقك عليا. انا اهو وادي دماغ. استنى اهو. انا هخيط الزرار بسرعه. لا يا ست، لا خلاص، متشكر قوي. هاتي لي قميص تاني من الدولاب وبركبي الزرار ده على مهلك. والله فكره برضه، ليك حق. خد استنى. نعم، خد قميص تاني اهو. طيب يا ست. هو انا ضروري كل يوم اعمل لي غاره على الصبح؟ طب ايه يعني قميص ما فيهوش زرار؟ يعني ما ضروري الزرار ده يقع من الغسيل، خصوصا زرار الياء. ثم ليه يعني
طب انا ازاي ما اتعلمش حاجه اسعد يا مراتي؟ كان يجرى ايه لو انا فتحت الدولاب وخدت قميص تاني بسرعه؟ مش كنت لبست وخرجت واسرع من دلوقتي؟ كنت تبقى اعصابي اهدى من دلوقتي، كان زماني ماشي كده هادي وبغني كمان، كنتش نكدت على مراتي، على الاولاد اللي بيزعلوا زعلها. مسكينه سهير، اعصابي هي اللي مبوظه الدنيا. كل يوم اصحى على خناقه، غدا بخناقه، بقيت وضع عصبي. انا مش معقول، انا لازم اعتذر لها. سهير نعم. سهير. نعم. نعم يا حبيبي. نعم يا قلبي. مش معقول، انا النهارده الحق علي. لا، أنا بعترف إن الحق عليا أنا، والاعتراف بالحق يبقى إيه؟ يبقى فضيلة. يبقى الحق علينا إحنا الاتنين. مش ممكن أبدا أحرق دمي كل يوم على الصبح كده، مش ممكن. هو إيه حرق الدم ده يا عالم؟ مش ممكن. إيه بس؟ يا ناس اللي هنا في البيت. الله، وأنا قاعد عادي لوحدي ولا إيه؟ بس إيه؟ أنا بقول مش ممكن أحرق دمي كل يوم الصبح كده. إيه بس؟ بقول إيه أنا؟ أيوة. مش ممكن أحرق دمي كل الصبح كده. أهو كده إيه بقى. بس اللي حصل؟ اللهم اجعله خير على الصبح. أنا تعالي. بقول إيه؟ اللهم اجعله خير على الصبح. ايوه، هتفضلي تقولي انا بقول وانت بتقوله، مش هنخلص. تعالي هنا. نعم. تعالي يا ستي. أنت فين؟ تعالي شوفي. أنت مستخبي فين؟ انا هنا في الحمام. تعالي يا ستي شوفي. تعالي. إيه؟ تعالي هنا. احلق دلوقتي ازاي؟ زي ما بتحلق كل يوم. ما اقدرش احلق زي ما بحلق كل يوم. ما تقعديش تبحلقي لي كمان بالمناسبه. اشمعنى؟ انت هتخشيني قافيه ولا ايه؟ لا قافيه ولا حاجه. حصل ايه النهارده؟ ما انت بتحلق كل يوم. طب تعالي اتفضلي شوفي بنفسك. اتفضل. اشوف ايه؟ هو انتوا ما بتنضفوش الحمام ده ابدا؟ ليه يا اخوي؟ امال كان هيبقى زي الفل كده لوحده. طيب كويس. لما انتوا بتنضفوا الحمام ما شفتيش ان انبوبه معجون الحلاقه فضيت خلصت؟ والله مش انا اللي قناة بنضف راديو الحمام. ماسبيرو. ها؟ مش انتي؟ ايوه. امال مين يا هاني؟ الشغاله هي اللي بتمسح الحمام وبتنظف الحواض، والشغاله ما بتحلقش دقنها علشان تعرف اذا كان المعجون خلص ولا لا، ولا انا كمان بحلق دقن. انتي امال بتعملي ايه ان شاء الله؟ والله اقعد معانا يوم وانت تشوف بعمل ايه. ما كفايه مرستان يوم الجمعه، كفايه عليا يوم في الجمعه. ما دام انت عارف ان ولادك وشغل البيت مرستان، بتسال ليه؟ يا بطل؟ افهم. يعني انت طول النهار تجري بس ورا الاولاد؟ دي شغلتك؟ الجري ورا الاولاد؟ ايوه، مش هشوف طلباتهم؟ الله، وما تشوفيش طلباتي انا؟ ما حدش قال كده. امال ليه ما شفتيش ان انبوبه الحلاقه خلصت وتبعتي تشتري لي انبوبه تانية؟ الله، بكر واشوفها ازاي؟ لو كنت بتشرفي على البيت وعلى البنت وهي بتنظف الحمام كنت عرفت ان الانبوبه خلصت يا هانم. والله دي مش انبوبه بوتاجاز، دي انبوبه صغيره قد كده اهو، وسط 100 حاجه. فرش لسنان، معجون لسنان، وماكينه الحلاقه، وانبوبه المعجون لما تبقى فاضيه برضو بتستنى محتفظه بشكلها، محدش يعرف انها فاضيه الا لو حد استعملها. عرفت بقى يا سيدي؟ ايه اللي قلتيه تاني ده؟ اقوله لك تاني. الانبوبه لما تكون فاضيه تبقى ايه؟ محتفظه بشكلها طبعا، علشان ما حدش هيعرف انها فاضيه الا انت، لانك انت اللي بتستعملها. فعلا. انا اسف يا ستي، الظاهر ان انا غلطت. ده ولا غلطت ولا حاجه. الله، بس انت بتتلكك لي كده اهوت كل مره، وانا هتعمل كده اهوت يا اخويا. لا فعلا صحيح انا بتلكك. طب هي ازاي تعرف ان كانت انبوبه المعجون فاضيه ولا لا؟ طب وحتى لو عرفت كانت هتشتري انبوبه منين؟ ثم كمان ما فيش ولا محل جنبنا بيبيع ادوات حلاقه ولا معجون حلاقه ولا اي حاجه متعلقه بمساله الحلاقه. اذا لابد ان انا اللي اشتري الانبوبه من البلد وانا ده. يعني هي كمان هتقطع نفسها بين المطبخ والحمام وجع قلب العيال. الله يكون في عونها. وانا بس لو كنت ابطل نرفزه كل يوم على الصبح، بس ده بقى طبع. تقول ايه؟ معلش، الهادي يهدي. سهير، يا سهير، عايز ايه؟ سهير، انت عايز ايه؟ تعالي بس روقي. اوعى كده ايدك ما تعالي تحطش عليا بس خالص. يا ستي خلاص انا غلطان، حقك
علي. وانا غلطانه لك. والاعتراف بالحق يبقى ايه؟ يبقى فضيلة. اذا احنا الاتنين غلطانين. سوسكا. نعم. سوسي. نعم. ايه رايك بقى في البدله دي؟ يا لف كده يا بكر. ايوه تعالى كده شويه. يا حلاوتك. ايوه في منتهى الشياكه. ميرسي. عارف يا بكر بقى انا هقول لك حاجه يمكن ما تصدقنيش فيها. ايه؟ طوعني. طوعني. ما تفصلش بدلك من هنا ورايح. اوعى تفصل بدله واحده الا عند الترزي ده. هيحصل. شفت بقى صدقتك على طول ازاي. طب بصي الكرافات ماشي مع البدله ولا لا؟ يا سلام. بقول لك شايف ذوق مراتك ما فيش كده. انت مش مصدقني؟ ازاي بقى؟ وانا من يوم ما اتجوزنا بلبس برأي مين؟ برأي مراتك. وخلفنا صبيان وبنات برأي مين؟ برأي مراتك. ولا راحوا ابتدائي ولا راحوا في الإعدادي؟ برأي مراتك. أنا مش مصدقك إزاي؟ معقول مش مصدقك؟ ده أنا مصدقك باي باي. سلام عليكم. سلام عليكم. مع ألف سلامة. مع السلامة. الله يسلمك يا رب. خلي بالك مش عايزة حاجة بالك معايا؟ لا ميرسي يا حبيبي على مهلك وامشي جنب الرصيف. زكية يا زكية. نعم يا ست، دقيقة واحدة بس، اللي في ايدي حالا جاية اهو. ايوه تعالي يا زكية. نعم يا ست. تعالي تروحي تجيبي اول لوازم الغدا ولا تنفضي وتمسحي الشقة الاول؟ ايه اللي يريحك؟ بقول ايه يعني؟ نعم. نجهز الاول لوازم الغدا علشان يعني حضرتك تطبخي وانا بقى انفض وامسح. لا نصحى يا زكية نصحى يا لئيمة. استني بقى. نعم. اما اجيب لك الفلوس واقول لك استني دقيقة واحدة. حاضر. على اللي احنا عايزينه. زكية. نعم يا ست. نعم يا ستي. دي الوصية يا زكية. انت عارفة الساعة كام دلوقتي؟ لا طبعا. هو انت رايقة ولا فايقة؟ الساعة 11:30 يا اختي. طب وايه يعني يا ست 11:30؟ طب والنبي ده انا قعدت ازعق للجزار شوية والبقال شوية والخضر شوية ولولا عملت كده ما كنتش جيت حتى ولا الجمعة الجاية. طب يلا احسن مش هنلحق. لحسن يجي بسلامته يلاقينا محتاسين ما نخلص انا وانتي. ده انا ما صدقت اليوم ابتدى على خير وهينتهي على خير بإذن الله. بابا. اي فين ماما؟ ماما في البلكونة هي وزكية. كفاية مية بقى يا ست، البلكونة بقت بحر. خايفة على عافيتك. ادعاكي البلاط بالفرش علشان الصابون يطلع الطين الاسود اللي موسخ البلاط ده. هو تدعاكي هنا. حاضر يا ست. ايه ده كلك نظر يا اخويا. بنمسح البلكون. يا خرابي ايه ده؟ مال بدلتها؟ كلك نظر. الدنيا صيف والمطر نازل يرخ، بدل ما ينزل ميه كده نظيفه فيها تلج نازله بالطين. ميه بالطين. مطر ايه ده؟ انت كنت ماشي قدام قهوه ورا الشوك بالميه؟ لا يا ستي كنت جاي على بيتي، فالست مراتي اللي هي حياتي سيبت مزراب البلكونه على نافوخي. مزراب البلكونه؟ كتل طين يا حبه عيني. البدله اتطينت ومحسوبك راخر الطين. يا خبر زي بعضه. يا لاوي. يا خسارة تفصيلها يا بكر. طب وبعدين دي البدلة عدمت يا بكر. الله يرحمها ويجعل قرارها الربابيكيا. لا بعد الشهر. حد يمسح البلكونة بالطريقة دي؟ انتوا يا ناس يا خال انتوا اهو. ايه البلاوي اللي بتبهدلونا بيها دي؟ خلاص يا حضرة اهو احنا بننشف في البلكونة. خلاص حقك عليا. بس يا بنت ايه من حق عليكوا ده
ده انا هوديكوا في داهيه. ما ترديش يا بت يا زكية، حاضر يا احنا ست. مش ناقصين مشاكل. لا حسبي يا مسبتي، يا لهوي على فستاني، الله لا يكسبك ولا يريحك يا عديمة العقل والنظر. يا مسبتي اعمل ايه دلوقتي؟ مفيش فايده يا ست، هتقولك معلش حقك عليا. بينا على الاسم. يلا بينا. انا نازل يا سالم. نازل؟ رايح على فين؟ رايح على فين بهدومك اللي كلها طين دي؟ ابدا هتفسح كده لحد القسم. اسم ليه يا اخويا؟ طبعا القسم، والله لو اديك القسم عشان تحرمي ما تعمليش حساب الناس وتدوبي في هدومهم. اصحي معايا. شوف البلوه اللي انا فيها. ايه بلوه؟ تقعدي حضرتك تنفضي في البلكونه بتاعتك، واخد لنا سنه ويمكن اكتر اقعد احوش فيهم عشان اعرف اجيب بدله غيرها. الله، وانا مالي؟ وانتوا ما عندكوش نظر، ما عندكوش طهي، شايفين ميه نازله، الله ما بتبعدوش عنها ليه؟ والله احنا مش بهلوانات ولا اكروبات عشان لما نلاقي ميه نزلت على غفله نطير في الهوا. عن اذنك يا بكر اقعد. تعال انت يا ست سهير. اقلع البدله دي وانا اوديها للمكواج ينضفها لك ويكويها ويرجعها لك احلى من الاول. مش ممكن هتنفع تاني. الطين يا هانم دخل البطانه، يعني هتفضل تنز طين. معلش حقك عليا، انا ملزومه ارجعها لك زي ما كانت واحسن ان شاء الله. لو ما كانتش كده ابقى اوديها للترزي او انا اعمل لك يا سيدي بدله على حساب بطانه جديده. الغرامه على مين؟ الله، اخزي بقى الشيطان، انت جوزي ولازم تقف جنبي. فالغلط لا، ابقى ما عنديش مبدأ، ابقى اناني، ابقى ما عنديش ذمه ولا ضمير. يعني الحق عليا انا اللي بنضف لك بلكونتك علشان تعرف تقعد فيها؟ ايوه الحق عليك. النظافه يا هانم مش بكتر الميه، كنت تسد المزراب عشان تحافظي على الناس الحق عليك ولا لا؟ الحق عليا وعمري ما هعيدها تاني. مش بس كمان انت غلطت امبارح. نعم، هنقعد بقى نفتكر بقى. طب امتى بقى غلطت امبارح؟ فاكر لما رميت عقب السيجاره مولعه من البلكونه وشخطت فيا لما لفت نظرك؟ رميت عقب السيجاره كانت الساعه الساعه 8 فعلا. لا فعلا انا كنت غلطان. ايوه كده. اذا بقى ما تزعلش، احنا الاتنين غلطنا ومش هنغلط تاني، والاعتراف بالحق ايه؟ فضيلة. يبقى الحق على مين؟ الحق علينا احنا الاتنين. انت يا ست سهير، يا سهير. ايوه يا بكر، جرالك ايه؟ فين الدفتر؟ انا عارفه، مش انت اللي كنت بتكتب فيه؟ والله كتبت اللي كتبته وسبته على المكتب. ما ادور عليه، ما تلبخنيش. يعني اسيب اللي في ايدي واجي ادور لك على دفتر؟ خلاص بلاش، مش مهم. يا صلاة النبي احسن. تعالي يا ست سهير، تعالي شوفي مذكراتك ومذكرات جوزك. تعالي اتفضلي. مالها بس يا بكر، في ايه؟ انت ما تستريحش لما تشوفني جايه رايحه جايه؟ الله، زي بندول الساعه كده. ايه ده يا سمير اللي بتعمله ده؟ بكتب مذكراتي يا ماما. مذكراتك؟ مذكرات زوجيه. مذكرات زوجية. الحق على مين يا ست سهير؟ عليك طبعا. لا عليكي انت يا حياتي. نعم، مش انت اللي بقالك يومين بتكتب مذكراتك؟ ايوه، بس بسيب الدفتر بتاع المذكرات على المكتب. ايه اللي خلى الاستاذ سمير ياخده من على المكتب؟ انا لقيته على الارض في الصاله، شلته وجبته اوضتي وقعدت اكتب انا راخ. على الارض تبقى ذكيه، ما فيش غير البنت. طب وليه تسيبي حاجه زي دي قدام ذكيه ولا غير ذكيه؟ طب ما تقول لنفسك، ما خليتهوش في درج المكتب ليه؟ هي ذكيه صغيره عشان لما تلاقي حاجه على المكتب تاخدها تلعب بيها رخره في الصاله؟ لا، اصلها بتروح مدرسه محو الاميه اللي جنبنا بعد ما بتخلص شغل. ايوه المغربيه. يا 100 حلاوه، يا 600 لطافه. بتمحي اميتها انها تقرا اسرارنا، بتذاكر بقى وتاني يوم تروح تسمع اللي ذاكرته على زميلاتها. مش كده يا زكيه؟ انت يا بنت يا زكيه. نعم يا ست. تعالي هنا. حاضر، دقيقه واحده انا جايه اهو. تعالي هنا اهو. نعم يا ست. نعم.
تعالي يا بنتي، تعالي هنا اهو. جاري هنا طبعا من اللخمه اللي انت فيها والعامله السوداء مش شايفه تحت انت رجليك. ازاي تتجرأي وتاخدي الدفتر من على المكتب وتقعدي تقري فيه في الصاله؟ ها يا بنت مش عارفه ان الدفتر فيه اسرار البيت؟ تقري اسرار البيت ليه؟ ها؟ عشان تدور الزيف البيت واسراره طبعا. وتقعدي وسط اصحابك تقزقزي في سيرتنا، بتتسلي بقى. اخص عليكي اخص، وانا اللي عاملاكي واحده مننا من عيلتنا. بقول ايه؟ نعم ادوني حسابي وشوفوا لكم واحده غيري. نعم. وانت بقى ما حلتكيش غير الجمله دي؟ انت يا بنت انت بتهددينا يعني؟ هنموت لما تسيبينا يعني؟ مش هنلاقي غيرك يعني؟ هنصوع يعني؟ هندوخ يعني؟ ادوني حسابي وشوفوا لكم واحده غيري. يعني ايه؟ يعني مش عايز اشتغل عندكم، مش عايز استنى دقيقه واحده. انا جايه اشتغل شغل البيت، مش جايه ملطشه كل ما تحصل حاجه هاتوا زكيه. انت يا زكيه. ايه ده؟ يعني انت مظلومه يا زكيه؟ انا شهيده ومظلومه يا بيه. شهيده كمان؟ ايوه. شهيده ايه؟ يعني ايه ما مسكتيش الدفتر ده ولا قربتلوش يا بنت؟ قربت له، قريته كده بس يعني مش كل. عال قريتيه بس مش كله. تبقى مظلومه ازاي بقى يا ضلاليه؟ اقول لك يا بيه، الست خدت الدفتر معاها، قعدت على السفره تكتب فيه. كويس كده. التليفون ضرب، سابت الدفتر وراحت تتكلم في التليفون. بعدين نسيت الدفتر. جه سمير وقعد يقرا في الدفتر. قام سمير جه حسين قعد يقرا في الدفتر ويسقف ويضحك ويقول بابا وماما بيغلطوا في الهجاي. يا سلام. حسين قال كده؟ اهو عندكم اسالوه. قام حسين حبيت بقى اشوف ايه اللي في الدفتر ده بيضحك حسين. قريت فيه شويه يا دوب شويه والست ندهت عليا. رجعت ما لقيتش الدفتر. ولادكم موجودين اسالوه. ويلا ادوني حسابي عايزه اضطر. ست سهير، صحيح انا نسيت الدفتر بعد ما اتكلمت في التليفون ده. صحيح يا سهير يا حبيبتي، اعرضي نفسك على دكتور يشوف لك طريقه في النسيان ده. ادوني حسابي انا رايحه احضر هدومي. تعالي بس يا مجنونه، انت مالك كده حمائيه كده؟ عيب، ده احنا زي الاخوات. ما تعرفيش الهزار ابدا انت يا بنت. ايه هزار يا ست؟ هزار؟ ما سمعتيش ابدا عن ناس بيهزروا مع الشغالين اللي عندهم؟ ما تزعليش يا زكيه، ده انا عاملاكي مننا مش كده والنبي يا بطل. طبعا دي زكيه بنت حلال وقلبها ابيض. طبعا هي لو استغنت عننا احنا نقدر نستغنى عنها. يلا مش معقول بقى. طبعا يلا يا زكيه روحي شوفي شغلك. روحي ربنا يهديكي يا اميره يا بنت الاصول. يلا سماح يا زكيه، سماح. خلاص يا بيه، سماح يا سيدي. طب مع السلامه. مع السلامه. انت روحي. خليكي بقى انت يا ست. استنى بس ما تمشي، انت لازم تكسفني قدامها. المفروض بقى تاخدي حبوب لتنشيط الذاكره، لحسن الله لا يقدر اجي يوم كده الاقيكي فقدتي الذاكره. الشيخوخه زحفت بقى. ايوه يعني انت اللي صلاه النبي حد الذاكره. سهير ايه انت سهير الله خيلتني يا اخي. نعم عايز ايه؟ النضاره فين النضاره؟ طب اخرج ازاي من غير النضاره؟ فاهميني ازاي؟ مالي انا، مش عرفني وديتها فين؟ شوف انت حطيتها فين. اشوف ازاي وانا من غيرها اقدر اشوف؟ انا عارف انت قدامي ومش شايفك حتى. انت واقفه فين؟ انت عند الباب ولا عند الدولاب؟ يا زكيه زكيه بس وانت اعمش كده خالص. تعالى يا زكيه. اكيد انه بادي هتاخد هدومها وتمشي وفي 60 داهيه وتقول لك اديني حسابي. انا عارف. ايوه يا ست. نعم. وحياتك يا زكيه ربنا ما يحرمني منك ابدا وما يحرمكيش من نظرك. شفتيش البيه حط النضاره فين لو سمحتي؟ النضاره ده كان سمير لابسها وهو في المطبخ بيشرب اللبن. قلت له هاتها، قال لي مالكيش دعوه دي بتاعت باب. طيب ناديهولي من فضلك يا زكيه. حاضر يا ست. الله يرضى عليك. عينيا يا سمير. يا سمير تعالى ماماك عاوزاك. تعالى. نعم يا ماما. تعالى يا حبيبي. يا حبيبي نضارة بابا. ما توقواش النضاره كنت لابسها. وديتها فين؟ اقول الحق ولا تضربونيش؟ لا مش هنضربك. طب احلفوا انتوا الاثنين
وما حلفتوش هعيط. يوه وحياتك ما هنضربك. ها وانا شايفك انت فين يا ابني عشان حتى ما وانا بشرب اللبن لقيتها على الترابيزه، حطيتها على عيني، بقيت اشوف بيها الحاجات كبيره قوي. سمعت دوشه ولا حاجه؟ سمعت رجلين ماما جايه المطبخ. اخبيها فين؟ خبيتها في فرن البوتاجاز. في فرن البوتاجاز؟ يعني كان صينيه البطاطس بالنضاره. اتاريني كمان كنت شامم ريحه عجيبه قوي، افتكرتها اللحمه. ما قدرتش افتح بقي بقى، ما انا عارفك هقول لك ايه، ولا تروحي فاتحه لي الجعوره بتاعتك، ولا الازاز اللي كان بيقرقش تحت اسناني. الازاز اللي كان بيقرقش تحت اسناني. اي انا بطني مغص. سوير الحقيني، الظاهر ان انا الواحد اللي كلت النضاره. يا ست ايوه النضاره اهي، لقيتها في الفرن. يا ساتر يا رب، هي مالها اتبعجرت كده ليه؟ ده يستحيل تتلبس. وهتتلبس ازاي من غير الازاز؟ دي ما فيهاش حاجه سليمه خالص غير الازاز. وريني يا سوير، من ايه دي النضاره دي؟ مين اللي وداها المطبخ بس؟ ايوه لازم ساعه ما كنت بفرم اللحمه في المفرمه. افتكر كده يا بابا. والله عليها بقى لما تقع في المفرمة وتتفرم مع اللحمة وما انساها لحد ما تخش الفرن وتسبك التسبيك. طب ده انا لو وديتها لبتاع النضارات عشان يخلع الازاز هيموت على روحه من الضحك، يمكن يسخسخ ويروح فيها. طب معلش روح انت يا زكية، يلا سامحي المرة دي، يلا. حاضر يا ستي. نعم ابقى خد حبوب الذاكرة أحسن، الله لا يقدر تروح الشغل تفقد الذاكرة. قال يعني انت اللي صلاة النبي حدت الذاكرة؟ انت برضو مش عايزة تقولي الحق على مين؟ عليك طبعا. المفروض ان الاولاد يتعلموا المسؤولية من صغرهم، يفهموا الفرق بين الجد والهزار، الصح والغلط. ليه يا شيخ؟ ايوه طبعا. مين مسؤول عن تربيتهم، امهم ولا ابوهم؟ الرجوع للحق ايه؟ فضيلة. انا وانت مسؤولين، الاولاد محتاجين لنا احنا الاثنين، ابوهم وامهم. يبقى احنا بقى الاثنين غلطانين كده؟ فعلا غلطانين. احنا الحق علينا احنا الاثنين، فعلا الحق علينا احنا الاثنين. دي بقت حاجة تقرف يا ناس، مش معقول. اخ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. ايوه يا اختي، ما هو انت مش فالحه غير في كده، كل ما اقول لك حاجه تقولي لي يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. ادي اللي حضرتك فالحه بيه. اصل ده كلام ما ينقالش على الصبح كده على الفطار قدام الاولاد. على ايه قلتي؟ على الصبح على الفطار. على ايه؟ قدام الاولاد. على الفطار. اتفقنا؟ يعني احنا في ايه؟ حالة فطار. ايوه حالة فطار. اتفضلي بص قدامي، ده نسميها فطار؟ ده فطار ده؟ امال ايه؟ فول وجبنه وعسل وشاي ولبن، الحمد نعمه. ربنا يديمها ويحفظها من الزوال. عايز ايه تاني؟ انت ما سمعتيش عن حاجه اختراع اسمه بيض؟ ايوه بيض. وانا اجيب البيض ده منين؟ نعم من البقال، بتاع البيض. انا مالي انا، حاجه غريبه قوي. امال ايه اللي كنت بتفطر بيه اول امبارح مش بيض؟ يا مفتريه يا ام ذاكره حديد. قصدك اول امبارح. ايه امال عايز بيض كل يوم؟ بيض وليه لا؟ ولما اعمل لك البيض اللي كل يوم هتتنرفز وتزعق عليه ده وتقول ايه القرف ده؟ ايه مش كده؟ هتقول ايه؟ اصل هنا مفيش مخ، في مهلبيه. سيبنا لك المخ يا اخويا والمفهوميه. لو كان بقى هنا في مخ كان لازم تعرفي ان البيض ده له 100 طريقه وطريقه. في بيض مسلوق، في بيض مشوي، في بيض مقلي، في بيض اومليت، في بيض باللحمه المفرومه، في بيض بالبيض، عشان الواحد ما يزهقش. الامثال قالوا ايوه اطبخ يا عبد كلف يا سيد. ايوه رجعنا للكلام بقى اللي بينرفز. والكلام الجد ينرفزك يا كاس بكر. هنرجع تاني للاسطوانه المشروخه.
كان زمان بيقولوا بيقولوا ايه زمان يا اختي؟ هقول لك اهو، اسمعني يا اتفضلي اتفضلي. ما هو انت بقى ما حلتكيش الا شويه امثال تقعدي ترد بيهم على اي موقف. اتفضلي يا اختي يا شربت يا ابو دم خفيف. كان زمان بيقولوا ايوه ان الفراخ بتبيض ذهب. كان زمان بيقولوا ده الكلام ده ذهب بقى وانتهى. زمان بيقولوا الكلام ده تريقة أو كناية عن حاجات معينة. ده زمان. أيوة زمان. ودلوقتي بقى الكلام ده بقى حقيقة. يا سلام. الأيام بتلف زي الأرض يا ولاد. تمام يا سلام. بقى الفراخ بتبيض ذهب. بتبيض طبعا ذهب. انت بتخرفي بتقولي ايه يا ست؟ انت عارف البيضة دلوقتي بقت بكام؟ ب3 ساغ. وان كان عاجبك كمان. ايه ده 3 ساغ؟ ايوه 3 ساغ. 30 مليما. ايوه يبقى لازم تزود الميزانية. عايزاني ازود الميزانية؟ ايوه. الله يعال، مش مكسوفة تقولي الكلام ده؟ دي طعنة. ليه؟ باعتبارك ست بيت مدبرة مفروض ما تقوليش الكلام ده خالص. يا اخويا انا مدبرة، لكن انت حريقة ولع في شرب السجاير. كل يوم بتحرق صحتك وجيبك كمان. وبعدين بقى يا فتاح يا علي. بقول ايه يا بابا؟ اسمعني يا جوزي يا حبيبي. نعم. ما تحاول تبطل سجاير. ايه؟ طب والله لو انت بس حوشت تمن السجاير من يوم ما اتجوزنا لكنت دلوقتي صاحب عمارة. طب بس انا بطل السجاير. قال تتحكمي فيا انت ولا رعوش في زمانه. رعوش؟ اصلك تعيا لو ما اتخانقتش كل يوم على الصبح. صحيح والله معذور. الدنيا غلت والبيت مصاريفه كتير والاولاد ما بيعذروش فعلا. ثم كمان يعني ما سمعناش على حد مات عشان ما كلش رياض. ثم بدل ما نرفزها كل يوم وأتصيد أخطائها وغلطاتها، ما أحاول أنا أصلح نفسي الأول. فعلا ابدأ بنفسك أولا. هتقول لي حكم على الصبح يا أخويا. الله يدمر. سهير يا سهير. أنت عايز إيه؟ أنا في المطبخ. تعال. أنا غلطان يا سهير. ايوه يا بابا. نعم. عايز اسمعها تاني؟ بقول لك انا غلطان. ما انت طبعا فرحانه فيا بقى. لحظه اعتراف بقى يا ستي. انا غلطان. خلاص يا سيدي وانا كمان غلطان. الحقيقه يا سهير. اقعدي يا بنتي اقعدي. انا طول عمري ما حاولتش ان انا اعاونك في اي حاجه من مشاغل البيت، حتى كمان يعني اتمام لوازم البيت انا ما اعرفهاش. ما اعرفش حاجه الا سعر علبه السجاير وبس. لا يا سفير، الحياه الزوجيه عباره عن شركه بين اتنين. خلاص يا خلاص قلت لك الحق عليا. لا الحق عليا، والاعتراف بالحق فضيله. اذا احنا الاتنين غلطانين. طيب حاضر. ايه الحكايه؟ مفيش حد يفتح ولا ايه؟ مفيش حد غيري هنا يا سيدي. ليه؟ هما راحوا للكوافير؟ لا عند ست نعمة الجارات. طب الولاد فين؟ مع الست يا سيدي من ساعة حضرتك ما رحت الشغل يا سيدي. مع الست من ساعة أنا ما رحت الشغل؟ أيوة. على كده بقى مفيش أي حاجة اتعملت. قصدك الغدا يا سيدي؟ زي كده. الأكل جاهز، أنا اللي طبخاه بإيدي. نعم أنت اللي طبخاه بإيديكي؟ أيوة. ده لازم هيبقى أنتاكة قوي. ليه؟ الأكل اللي كلته حضرتك امبارح كان أنتاكة؟ لا الحقيقة الأكل بتاع امبارح كان طعم جدا. طب وأول امبارح وأول امبارح وأول امبارح. استني ايه ده؟ ايه الحكاية؟ افهم من كده ان انت يا بنت يا زكية اللي بتطبخي؟ من يوم ما اشتغلت عندكم يا سيدي مفيش حاجة في الشقة دي بعون الله حد بيحط ايده فيها الا انا. وما هي دي مش راضية تتزحزح. هم ال4 جنيه. لا ما يصحش ابدا. لازم تزيدي. هو على قد الجهد اللي الواحد بيعمله لازم الواحد يتجازى. زكية. نعم.
ان شاء الله من اول الشهر هناولك ال5 صحيح. ان شاء الله حتة يخليك يا سيدي، ان شاء الله يخليك يا رب، ولا يخليش ايدك منهم ابدا. بقول ايه؟ نعم. اروح عندها للست؟ لا لا لا، مفيش داعي، خليها براحتها هي والاولاد. زكية يا زكية. نعم يا سي سمير. ماما بتقولك خلصتي الاكل. تعال يا سمير، تعال يا حبيبي. ايوه يا بابا. يا ماما عند الست نعمت بتعمل ايه؟ ما بتعملش حاجة. قاعدين بيتكلموا. اقولك بيقولوا ايه؟ لا 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 لا، وانت سمعتهم بيقولوا ايه؟ ايوه. وفوزي اخويا بيقول معاهم. وكل ما ماما تقول له اختشي يا فوزي، لما الكبار يتكلموا ما تتحشرش فيهم ينسى ويتحشر في الكلام تاني كده. فوزي بينسى ويتحشر. وانت ما بتتحشرش في الكلام؟ لا. انا بسمع وانا ساكت. شاطر. تعرف يا بابا طنط نعمت بتقول ايه على طنط ألفت وطنط وداد؟ دي بتقول كلام وحش قوي قوي يا بابا. وحش ازاي يعني؟ بتقول ده احنا ستات على نيتنا قوي. اخيه احنا نروح فين جنب الستات القادرين؟ وردت ماما وقالت لها وحياتك. وايه تاني؟ ويا ريتنا عاجبين. كده بتتمرن انت من دلوقتي. وايه كمان يا سيدي؟ قالت طنط ألفت على وحشتها تشخط في كوزها وتنطره من مطرحه. يا سلام. وما يفتحش بقه الا اما تفرج عنه. ردت ماما وقالت لها يعني علينا زي الفل وملناش حس. الحس حس بسلامته رب البيت. الحس رب البيت. صلاة النبي احسن. لا والله كويس خالص. بس ما تقولش لماما. ما اقولهاش على ايه بقى؟ اصل طنط نعمت قالت لماما احنا اللي مرخصين نفسنا لازم نعمل زي ألفت ووداد. عمر طنط وداد ما قالت لجوزها كلمة حلوة. يجيب على ما يجيب وما تقولوش متشكرة. كده ردت ماما وقالت لها واحنا ما بنعملش زيهم ليه؟ احنا اقل منهم في ايه؟ طب روح انت يا حبيبي دلوقتي، مع السلامة. والله يا عال، لما ولد في السن ده يسمع كلام زي ده هيطلع شكله ايه؟ فاهم الدنيا ازاي؟ دي مش عيشة دي. هو انا اتبعتلك يا اخويا علشان ايه؟ ما بتشوفش رجالة؟ ايه ده؟ ما بشوفش ازاي بقى؟ لا بشوف رأفت جوز ست ألفت تشخط فيه الشخطة تنطره من على الكرسي يلاقي نفسه على السرير ما يفتحش بقه بكلمة إلا لما حضرتها تفرج عنه. انت شفت بعينك؟ شفت سامي جوز ست وداد اللي عمرها ما تقول له كلمة حلوة ويجيب على قد ما يجيب، ما تقولوش متشكرة. انت شفت بعينك؟ شهادة لله ما شفتش، لكن سمعت بوداني. مين اللي قال؟ وادي انت جاية تطبقي اللي سمعتيه معايا. اللي قال لي بقى يا هانم اللي حضروا الحديث. الأولاد؟ هم الأولاد؟ هم الأولاد. لما انت عارفة ان هم الأولاد بتتكلمي ليه انت وجارتك قدامهم ليه؟ وكمان ليه بتاخديهم معاكي؟ انا مش فاهم. الله، علشان ما يعطلوش زكية عن شغلها. لكن ازاي تسمح لنفسك انك تحقق مع الاولاد وبيتعلموا الفتنة بالشكل ده؟ اولا انا ما سمحتش لنفسي ولا حققتش. دول اطفال سمعوا حديث طبيعي جدا انهم يرددوه سواء ليا ولا لزكية ولا للستات. حضرتك من غير ما تاخدي بالك انهم اطفال. وليه ما تقول لهمش مش عايز اسمع كلام فارغ؟ كويس، لنفرض ان انا قلت كده، هم بقى لما يقابلوا الستات الستات التانيين زكية والاخرين تضمن منين انهم هيقولوا لهم مش عايزين نسمع؟ ودول معقول هيقولوا للستات التانيين؟ معقول قوي. مش معقول ليه؟ ولازم يقولوا. حضرتك بقى غلطانة وعايزة تجيب الغلط عليا. انت عايز الجد يا بكر؟ ايوه، احنا الاتنين الحق علينا. انا اللي اتكلمت قدامهم وخدتهم معايا. الاولاد الصغيرة ما يصحش ابدا يقعدوا مع الكبار. وانا كمان بقى لازم انبه عليهم انهم ما يسمعوش اي كلام ويعيدوه. يعني بصراحة احنا الاتنين غلطانين.
يا صلاة النبي أحسن. يعني لسه ما لبستيش يا سوير؟ يعني انت اللي لبست يا انا ناقصني يا هانم، مفيش غير الجاكيته. يعني حبكت قوي عشان تقعدي تكتبي دلوقتي. اقدر اعرف بتكتبي ايه؟ يعني هكتب ايه؟ يعني جواب لماما، بكتب المذكرات. الزوجيه طبعا. ايوه مذكرات زوجيه طبعا. يا سوير يا حبيبتي، المذكرات دي تكتبيها في اي وقت، في طراوه العصاري، في نسمه المغربيه. مش دلوقتي، بعد ساعه ولا 2 تبقى عياله. يلا 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 البسي يلا. يا زكيه زكيه. نعمين يا ستي. تعالي روحي شوفي ست ألفت لبست ولا لسه. حاضر يا ستي. يلا يا سوير امال. يلا انا قربت اعرق في هدومي. وحياتك يا بكر تلبس سمير علشان الحق البسها. حاضر، هلبس يا سمير والبس سمير وافطر فوزي وحمي حسن، وتقولي لي اللي ما بتخرج معانا زي كل الناس. انت هتعملها حجه؟ بلاش يا سيدي، روح انت اقرا الجورنال 10 دقايق هكون لابسه واقول لك اتفضل. طيب. ستي يا ست. ايوه يا زكيه. ست ألفت بتقولك هي جاهزه. يلا يا ست ألفت جاهزه يا سوير يلا. وانا هكون اجهز. روحي يا زكيه لبسي سمير وشوفي فوزي وحسن لبسوا ولا لا. حاضر يا ست. ايه رايك يا ألفت في البلوزه دي؟ هايله. لا ولا الجيب بقى كمان، شوفي الاتنين على بعض عاملين ايه. جنان. تعالي نشوف بكام. يلا. اهلا اهلا، اتفضلوا. اي خدمه يا هوانم؟ ورينا البلوزه والجيب اللي في الفاترينا. ورينا البلوزه كمان ديت. ايوه البلوزه البيج والجيب الكحلي دي. طب اتفضل اقعد، اجيب حاجه ساعه. متشكرين. هم راحوا فين يا بكر؟ هم مين يا وحيد؟ ستات. الست بتاعتك والست بتاعك كانوا ماشيين قدامنا لكن سبقونا. طب والولاد؟ اهو ضروري ماشيين معاهم. وحيد قناة راديو ماسبيرو. بص مش معقول. تعالى نشتري بوزين الجزم العظيمه دي، واحد ليا واحد ليك. يلا. وده وقت يا بكر. احسن حد يتعرض للستات. نسيبهم ماشيين وندخل المحل نقيس ونفاصل. يا راجل احنا مش هنتاخر. ادخل انت. انا اشوف الولاد والستات احسن نتوه عن بعض. بس ما تتاخرش. سهير. ايوه يا ألف. الولاد ولادي وولادي. ومالك اتخضيتي كده ليه؟ هيكونوا مع وحيد وبكر طبعا. اهو وحيد ده لوحده. امال بكر فين والولاد؟ يمكن سبقونا بعيد شويه ووحيد بيدور علينا. فين الولاد؟ يمكن مع بكر. مع بكر ازاي؟ ده احنا فاهمين انهم معاك. الله، لا انتوا واقفين كده ليه؟ سهير يا اخويا واقفين كده ليه؟ انا عارفه. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ الولاد فين يا بكر؟ اساليني انا الولاد فين؟ مش كانوا ماشيين معاكم؟ ماشيين معانا؟ الولاد راحوا فين؟ الولاد يا دي المصيبه. يا ساتر يا رب يا ساتر. الله، ايه ده؟ دول الولاد واقفين عند الحادث. ايه؟ ابني رمزي. ولادي ابني. ابني مين ده؟ يلا بينا على الاسم. اسمحوا لي، انتوا كلكم غلطانين ما عدا السواق. غلطانين في ايه بقى يا حضرة الضابط؟ لما حضرتك والست اللي معاكي دخلتوا المحل تشتروا الحاجة اللي عايزينها، ما اطمنتوش على الأولاد قبل ليه؟ ما قلتوش للسيد بكر والسيد وحيد انكم داخلين تشتروا حاجة ليه؟ مظبوط يا فندم، مظبوط يا حضرة الضابط. احسن حضرتها بقى جايبه الغلط عليا. وحضرتك غلطان يا فندم. انا غلطان يا فندم؟ طبعا غلطان. ازاي؟ حضرتك دخلت تشتري جزمة ولا اطمنتش على الستات اللي معاكم ولا على الأولاد. والنبي عندك حق يا حضرة الضابط، بس شاطر يجيب الغلط علي. وبعدين الغلط اللي أهم من كده إنكم ما فهمتوش أصول المرور. ازاي؟ أمال الإشارات اللي معمولة في الطرق دي عشان إيه؟ يعني أنا اللي علمهم أصول المرور ولا والدتهم اللي بتخرج معاهم دايما؟ انتوا الاتنين مشتركين مع بعض. هي تعلمهم وحضرتك تعلمهم. تقول لهم الإشارة لما تكون حمراء للأتوبيسات يقدروا يعدوا بين الخطين اللي معمولين للمشاة، ولما تبقى الإشارة خضراء وتتحرك العربيات المشاة ما يتحركوش. طب ما احنا فاهمين كده يا حضرة الضابط. انتوا مش كفاية، لازم الولاد يفهموا كده عشان لما يروحوا المدارس ولما يكونوا بيتفسحوا لوحدهم يبقوا واعيين ولا يتعرضوش للخطر. سامع يا ست سهير؟ سامع انت يا سبكر. والأهم من كده أيوة. بنت زي الشطرة دي ما يصحش تنساب أبدا مع أخواتها، وأكبر ما فيهم عنده يا دوب 10 سنين، يا تفضل في إيد الست يا في إيد أبوها. سامع يا سبكر؟ سامع أنت يا ست سهير؟ أنا ملاحظ إن كل واحد منكم عايز يجيب اللوم على التاني. والله إذا كنت أنا غلطان قيراط
هي غلطانة 24. انا غلطانه 24 ايراد كمان يا سباك. إيراد زي 24. الغلط غلط، الرجوع إلى الحق فضيلة. تمام. الرجوع للحق فضيلة. يبقى الحق على مين؟ عليك طبعا. لا 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 لا، عليك انت. وبعدين وياكوا بقى؟ الحق حق، احنا الاتنين غلطانين. فعلا احنا الاتنين غلطانين، وعمرها ما هتعود تاني. بابا انت بتلف حوالين نفسك كده ليه؟ بتدور على ماما؟ لا. ماما ماما يا ماما. مالك يا روحي؟ مالك يا حبيبي؟ بابا يا ماما. ماله بابا؟ زعلك؟ ضربك؟ لا، بيدور عليكي في الأوضة. سهير يا سهير. حاضر حاضر. جاي اهو. ايوه في ايه يا بابا؟ صباح الخير. صباح النور. ايه هم ساعة فين؟ ساعة فين؟ الساعة مطرحها، ما نقلناهاش. امال هي فين؟ في الصالة متعلقة على الحيطة من يوم ما جبناها. نعم، يعني انا متعود اشيل ساعة الحيط واروح بيها الشغل، اعلقها على كتفي ولا على ظهري واروح بيها الشغل. هو انت بتتكلم على ساعة ايدك؟ تسلم ايدك يا حياتي. هي فين يا روحي؟ شوفي يا عيوني، قلعتها فين؟ قلعتها وحطيتها زي ما بحطها كل يوم. بحطها فين؟ على الكومودينو. ما حدش دخل الأوضة وانا ما شلتش حاجة من على الكومودينو. غريبة. امال بقى ايه؟ عفريت لهفة ذهبت مع الريح؟ ده احنا حتى في الصيف وما فيش ريحة الريح. يا بكر افتكر كويس. اقول لك حاجة. يمكن تكون قلعتها وحطيتها هنا ولا في اي حاجة. يا سهير يا حبيبتي، من يوم ما اتجوزنا متعود انا احط ساعة فين؟ على الكوميديان. كويس. ولما خلفنا صبيان وبنات وصبيان متعود احط الساعة فين؟ على الكوميديان. راحوا المدارس، اللي في ابتدائي واللي في الاعدادي اعدادي. فين؟ على الكوميديان. عظيم. قولي لي بقى انت بقى تقولي لي تبقى راحت فين؟ راحت فين؟ بابا يا بابا. نعمين يا سيدي. ساعتك اهي يا بابا. قولي لماما بقى. قول لماما يا سيدي، قول لها احسن ما تقول لي افتكر كويس، يمكن تكون قلعتها وحطيتها في اي حته. لقيتها فين يا سمير؟ لقيتها في الحمام يا ماما. خفت عليها جبتها. برافو عليك، شاطر يا حبيبي. اديها لبابا بقى وروح افطر مع اخواتك. اتفضل يا بابا. المرة دي جت سليمة ولقيتها أنا. طيب متشكر يا حبيبي. يا لمت هنمشي منك يا حبيبي انت. ازاي الحال بقى يا سباك؟ تقدر بقى تفهمني ازاي سبتها في الحمام؟ دلوقتي بس صدقتك، خدعوني قلبي وعينيا. والله انت كده مش كنت ممكن تتسرق وتضيع ديت؟ الله. معلش بقى، اصل الحقيقه انا دخلت الحمام وهي في ايدي، فمش معقول هستحمى والساعه في ايدي. طبعا لا. قلعتها وحطيتها على الرف الازاز بعيد عن الدش. معقول؟ قوي. كان واجب عليك يا حياتي بعد ما خرجت انا من الحمام حضرتك تخشي تشوفيها على الرف وتجيبيها لي وتقولي لي اتفضل ساعتك. لا مش معقول بقى يا بكر. ليه؟ المفروض ان الزوجه تمشي ورا جوزها علشان تشوف نسي الساعه فين، حط القلم فين، رمى الولاعه فين، قلع الجاكيته فين، قلع الكرافته فين. استني ايه فكرتيني؟ الولاعه؟ لا بقى الولاعه لا بطل. راحت فين مستحيل. لا وحياة ماما لا. مستحيل كمان اكون دخلت الحمام بالولاعه. وبعدين معاك يا بابا. انت عايز لك واحد يمشي وراك. افتكر حطيتها فين يا اخي. هرجع تاني اقول لك سهير يا حبيبتي. من يوم ما اتجوزنا على الكوميدي وخلفنا صبيان وبنات على الكوميدي ووديناهم المدارس على الكوميدي. ستي يا ستي. ايه الولاعه يا ستي؟ لقيتيها فين يا زكية؟ في جيب البيجامه اللي اديتها لي ستي عشان احطها في الغسيل اللي هيتغسل. طبعا روح انت بقى يا زكية. هات الولاعه. اتفضل يا سيدي. هات. ايه بقى يا سباك؟ نعم يا ست سهير.
الحق المرة دي أنا غلطانة. طبعا لازم أفتش الغسيل قبل ما تجيلي زكية. طبعا. إنما واحدة بواحدة بقى. غلطة منك وغلطة مني، بس المهم ما كانش لازم نزعق قدام الأولاد. أنا اندفعت في الكلام. أجمل حاجة فيك يا روحي الاعتراف بالحق. الاعتراف بالحق إيه؟ فضيلة. طبعا. المهم الحق على مين؟ الحق علي. لا، الحق علينا احنا الاتنين. يا زكية، زكية. ايوه تعالي هنا. فين بكر؟ حاضر يا ست. نعم. فين بكر؟ ده في اوضه المكتب يا ست. ايه في اوضه المكتب؟ بيعمل ايه؟ بيعمل ايه في اوضه المكتب؟ كان بيقرا، خلص قرايه قاعد يكتب. زكية، زكية. ايوه يا سيدي حاضر. اعملي لي فنجان قهوة مظبوط. حاضر يا سيدي، عن اذنك يا ست. بتعمل ايه يا سي بكر؟ اللي بعمل ايه؟ القلم في ايدي والدفتر قدامي، ابقى بالبديهة كده بكتب. بتكتب في الدفتر؟ اكيد بكتب في الدفتر، امال هكتب فين؟ على الحيطة، على ازاز المكتب؟ لا، ما تشتري لك دفتر تاني تكتب فيه، وهو ما يحللكش الكتابة الا ساعة ما انا عايزة اكتب. هو دفتر مذكرات فردية؟ لا، دفتر مذكرات زوجية. دلوقتي بقى الحق على مين؟ عليك طبعا. لا لا لا، عليكي انت. قدامي سطرين 2 واخلص اللي في ايدي. عامله لك زيطه ليه يا هانم؟ خليك اكتب اللي يعجبك. انا مش كاتبه النهارده خالص ولا حاجه. قدامي سطرين 2 وانا بقول لك خلاص مش كاتبه. خليك انت اكتب، ان شاء الله حتى تكتب مذكرات حياتك كلها. والله ما انا كاتبه. القهوه يا بيه، القهوه يا سيدي. طبعا لازم تكون قهوه يا سيدك. يعني هتكون جايبه لي الفطار في فنجان؟ عجايب والله انت رخره. لا مؤاخذه يا سيدي. لا مؤاخذه يا سيدي. زكية. نعم. قولي يا بنت زكية. نعم. يا الست بتعمل ايه يا بنت؟ بتشتغل في القماش المخرم ده اللي فيه رسومات. كنفا يعني. ايوه عليك نور يا سيدي، الكنباه. يا بنت اسمه كنفا. الكنبا دي اللي بنقعد عليها، اللي حضرتك بتنامي عليها، اللي في الصالة. ايوه انا عارفه بقى يا سيدي، اهي كنباه زي كنباه. صباح الخير يا سهير. صباح الخير. ايه مش هتفطري ولا ايه؟ لا افطر انت. لما اخلص اللي في ايدي ابقى افطر على اقل من مهلك. طب وليه ما تفطري الاول وبعدين تشتغلي الكنبا؟ قصدي الكنفا على مهلك. كنبا ده ايه؟ لا يا اخويا، دي مسألة مزاج، وانا ما بهزرش معاك من فضلك. انت هتتدخل كمان في مزاجي؟ عندك حق، خليكي على مزاجك. تحب احوش لك حاجة تفطري بيها ولا اخلص على الفطار كله؟ لا، كل حد ما تشبع خالص، ما تحملش هم فطار. حاضر. رايح على فين كده ان شاء الله؟ رايح النادي. نادي؟ ايه بقى حكاية النادي اللي طلعت لنا فيها جديد ده؟ حكاية النادي يا ستي دي بدل التصيف. عملية اقتصادية صحية أخلاقية تغني عن المشي في الشوارع والقعاد في القهاوي والقعدة في البيت. مين عارف في ايه اللي مخليك كل يوم تروح النادي ده؟ هيكون في ايه يعني؟ في رجالة وستات، صبيان وبنات وأولاد وعجائز وحداية والدتك. في كمان سباحة، حمل أثقال، مصارعة على كل لون، وبوكس وكورة على كل لون، في اسكواش، في تنس، في رمي قرص وجلة ورمح ونط حواجز وشطرنج وضرب. ما تيجي معايا؟ لا انا شرحت النادي كله يا شيخ. تعالي يا شيخ. ما عنديش مزاج والله. لما تفضل تضحكني من هنا لبكره برضو ما عنديش مزاج. انا عايزه اخلص الكنبار اللي بتقول عليه ده. هو شوف مين بقى هيطلع وياك النادي. شوف يا بكر، شوف الكنبار مش هيطلع حلو النبي وبديع. مش معقول، مفيش ابدع من كده. ايه هو اللي هقول ده؟ بتتريق؟ وانت كل حاجه عندك بتتريق. الله، امال بتساليني ليه؟ قول لي يا بكر، هتتاخر كتير في النادي؟ يمكن اتغدى هناك. تتغدى هناك. والغدا هناك من مستلزمات الرياضه برضه. والله دي مساله مزاج. انت هتتدخلي في مزاجي كمان؟ لا يا روحي ما يصحش، خليك على مزاجك. عن اذنك. مع الف سلامه. انت يا استاذه اطفي النور بقى، خلينا انام. لا مش طافيه، انت شايفني بلعب؟ لا شايفك بتقري وانا عايز انام، والنور مش هيخليني انام. يا سلام، يعني اطفي النور واقرا في الضلمه؟ والله لما تتوب للصبح ما تفتحش بقك قوي كده. كنت لازم يعني تقرا على السرير
ما قدامك الشقه واسعه، الشقه كلها نجف ولومه كهرباء. لا والله واذا كنت انا بره علشان انام اعمل لك ايه؟ انت تعمليش حاجه، انا هسيب لك الاوضه واشوف لي اي حته انام فيها. السلام. بس اياكي بقى تيجي ورايا وتولعي النور عشان تقري. انا بخاف انام لوحدي. نعم بتخافي؟ دي احدث نكته سمعتها، انت بتخافي؟ ده انت تخوفي بلد كده يا بابا. يا سراتي. هي المساله بقى فاهميني، هي عندي بقى ولا مقرفه؟ طيب اتفضل بقى روح مطرح ما يعجبك، لا عندي ولا مقرفه. باك جيش مالك الله يرحمه. نعم نعم نعم. جت ازاي دي بقى يا عفريت؟ نقلت الحصان من هنا لهنا. وريني بقى جلالته اتحرك فين ولا مين اللي يحميه. يا حلاوه، مش قادره اقولها ابدا، ورحمه ابويا ما انا قادره اقولها. مش قادره ليه يا اختي؟ ما انت اي حاجه بتيجي على لسانك ما شاء الله بتقوليها وانت بتوني بقى يا راجل. قاعد تلعب الشطرنج مع اخوك من غير ما تراجع دروس ابنك. ما هو لما اخلص لعب الشطرنج هقوم اذاكر الواد ابني. على كيفك على كيفك. لا دي مش عيشة دي أبدا. ومن قال لك إنها عيشة؟ أنا نفسي متهيألي إن أنا مش متجوز، متهيألي إن أنا محجور عليا. أمال أنا أقول إيه بقى؟ مسجونة؟ مسجونة؟ وعشان إيه ده كله؟ تقدري تفهميني عشان إيه ده كله؟ أنصح الولد يذاكر له شوية، تتنقور عليا قدامه يا بكر. أقرأ في السرير تقول لي اطفي النور، أشتغل في الكنفات تقول لي هو الكنفات ده ليل ونهار. هو أنت إيه يا راجل أنت؟ تقوم تقول لي قدامه وأنت ما بتزهقيش؟ نادي كمان، النادي اللي كل يوم لازم أقدم لحضرتك تقرير وأنا رايح وأنا جاي منه. أنت مش بتقول النادي ده فيه رجالة وستات صبيان وبنات؟ طب وماله؟ أنا مش عرضت عليكي تيجي معايا؟ الكارنيه اللي معايا بيسمح لي آخد أسرتي معايا. حضرتك بقى مش أسرتي ولا إيه؟ عمرك ما جيت من نفسك وقلت لي يلا البسي وتعالي معايا النادي. أنت بتعزمني بس من باب المجاملة. اسمعي يا سهير. نعم. الطريقة اللي احنا ماشيين بيها دي غلط، غلط جدا. الغلط من ناحيتك أنت يا بابا، أنا مش غلطانة في أي حاجة. لا غلطانة، احنا الاتنين غلطانين بصراحة بقى كمان. كل واحد فينا لازم يحترم رغبة التاني، كل واحد فينا لازم يترك للتاني حرية ممارسة أي هواية. طبعا ما دام التفاهم والثقة متبادلين بينا خلاص. أنت اللي ما بتحترمش فيا ولا ليا أي رغبة. خلاص أنا اعترفت بغلطي، لكن أنت مش عايزة تعترفي بغلطك. الرجوع للحق إيه؟ فضيل. خلاص يا سيدي أنا غلطان. الحق وادي دماغك. أهو كده لازم نعود ولادنا على ممارسة هواياتهم. على شرط إنهم يكونوا تحت الرقابة والملاحظة مننا دايما. موافقاك، ده كلام مظبوط جدا يا بكر، وعمرها ما هتعود تاني وحياتك عندي. مبسوط؟ أوي أوي يا حياتي. بكر يا بكر. أيوة يا سير. ما شفتش الدفتر فين؟ دفتر إيه؟ دفتر المذكرات. لا مش فاكر حياتك. يوه ده أنا قلبت عليه الدنيا كلها. عايزاه ليه بس؟ واحنا لسه اصطبحنا؟ ايه ده؟ الله حاطط الدفتر تحت المخدة. ايه بقى الحكاية؟ تقدر تفهمني؟ انا الحقيقة كنت ناوي اخفيه من هنا خالص. ده بقى غريمي في البيت، حضرتك مشغولة بيه طول الوقت وانا مهملاني خالص. تقدري تفهميني مين فينا جوزك؟ انا ولا المذكرات الزوجية؟ احسن طريقة اني اضحك. الزعل مفيش منه فايدة، يحرق الدم. بقى حضرتك غيران من دفتر بتقارن نفسك بدفتر ثمنه 25 قرش. يا سلام على المخ الصغير. انا اغير من دفتر حتة ورق؟ يا كل حاجة عندكم اسمها غيرة. ده انتوا واخدين في نفسكم قلم جامد قوي. الراجل طويل عريض زيي هيغير من شوية ورق قال. ما سمعتش للي بيقول لمحروسته بغير من الهوا اللي بتتنفسيه، بغير من المراية اللي بتبص فيها، بغير من الجواب اللي بتقريه، بغير من الفستان اللي هياكل من جسمك حتة. ده كلام أغاني. كلام زي قش الموز في الأرض عشان الستات وهي ماشية تزحلق. بس قش الموز بيزحلق الرجل، لكن الكلام ده بقى يزحلق العقول التعبانة. ما تصطبح وتقول يا صبح. حاضر اتفضلي الدفتر اهو. مش عايزاه، ما بقاش الا الدفتر اللي هنصبح نعمل عليه خناقة. انت رايحة الشغل؟ لا واخدة اجازة مرضية. اجازة مرضية؟ ايوه. ده انت وشك احمر زي الدم.
صحتك بومب، اللهم صل على النبي. 5 وخميسة في عيني لما يصلي على النبي على رأي حماتي. تبقى عيانة ازاي افهم؟ رايحة الجمعية هشتري شوية حاجات انا عايزاها. بعد حضرتك ما تيجي من الشغل ابقى روح اشتري من الجمعية اللي انت عايزاها بس بعد الظهر. عايز الحق انا هشتري الرز علشان جارتنا بتقول الناس بيخطفوا ويمكن لو اتأخر ما لاقيش ولا حباية رز. طب مش لازم رز؟ نعم مش لازم ايه؟ ده الرز من اهم مستلزمات المائدة يا متقدم. يعني لما يختفي الرز نموت من الجوع؟ عندك مكرونة، لسان العصفور، شعرية، وكلهم بتحبيهم حضرتك. لكن انا نفسي بقى في الرز، بموت في الرز. لما هيكون فين لازم اشتريه. الله انت هتوكلني على كيفك؟ لا خلاص، من غير عصبية ومن غير نرفزة ولا زعل. اتفضل اشتري الرز. انا كنت خايف على تعبك، وكمان خايف لا تخلص اجازاتك المرضيه. والله لا يقدر تزكني، ما تقدريش بقى تاخدي اي اجازه من الاجازات السنويه. لوحدك هنا يا سميره؟ ايوه يا بابا. لا امال فين ماما وفين زكيه واخواتك؟ اخواتي بيلعبوا وماما وزكيه ما جوش من الجمعيه. يعني مامتك ما طبختش؟ قلت لها اطبخ لكم يا ماما، قالت لي ده اللي كان ناقص. كنت هحمر شويه بطاطس واعمل لكم بوفتين. اهي ماما جت اهي. اهلا وسهلا. يلا قوام سهير. انا عارف بس الغياب ده كله كان ليه؟ ايه ليه الغياب اللي غبتيه ده كله؟ مش فاهم. ما لقيتش رز خالص، الناس نازله عليه بطريقه فظيعه. قلت لك في مكرونه، في لسان عصفور. عارفه طبعا القايمه اللي هترصها لي، لكن انا عايزه رز، ولما اكون عايزه رز يبقى لازم اجيب الرز. خلاص بقى نستنى لما يجي الرز، مش لازم ناكل. طب ده حتى الاكل بيتخن وبيضعف الواحد، مش داعي الاكل. على العموم انا جبت رز. بس ايه رز يتاكل بصحيح؟ الكيلو ب12 قرش. ايه ده بقى يبيعوه في الجمعيه ب5 ساغ، تشتريه انت ب12 قرش؟ اولا خلص، ثانيا مفيش نسبه بين رز الجمعيه والرز اللي انا جبته. حقيقي بقى يا بكر الغالي ثمنه فيه. بتلبسي ليه يا ست سهير؟ الجارة قالت لي في فراخ جت في الجمعية، هنزل اشتري فراخ ومكرونة. نعم. مكرونة؟ انت مش كنت بتقولي ما بتحبيش المكرونة؟ انت عايزة تخاني ولا ايه؟ في حد ما يحبش المكرونة يا سي بكر؟ لازم بقى حد قالك ان المكرونة شحت والناس عمالين يتخطفوها، مش كده؟ يا ابن الايه يا نبيه، هو كده بالظبط. احنا يا سي بكر مش اقل من الناس، لازم نشتريها قبل ما تخلص. يعني لا لقيتي مكرونة ولا فراخ، بس ضيعتي عليك العصرية. الجمعية يا حبيبي لا كان فيها فراخ ولا مكرونة، رز وبس. عشان كده قعدت ألف على البقالين لما رجلي حفلت. يا سلام يا ناس. بقى لما يكون الرز موجود نقول عايزين مكرونة، ولما المكرونة تبقى في كل مكان نقول عايزين رز. الله ما تاكل وانت ساكت، انت هتقعد تتنقر عليا. ايه ده؟ الله مش كفاية الغلب اللي بشوفه على ما اشتري الحاجة انت راخر. الغلب ده حضرتك جايباه لنفسك. كل ما تسمعي على حاجة مش موجودة تبقى نفسك فيها ولازم تدقيها وتاكليها، احسن ما اكلتهاش الله السلامة. لا وايه تدفعي كمان فلوس زيادة. على فين يا سهير؟ اوعي تكوني رايحة الجمعية. لا انا هجيب صفيحة سمن وعلبتين بولوبيف قبل ما يخلصوا. بولوبيف؟ ايه بولوبيف ده؟ بولوبيف ده انت كنت محرماني ادخل بولوبيف البيت. سهير اوعي تكوني بتتوحمي. بعد الشر ان شاء الله. انت حماتك كفايه علينا الثلاثه، بس ياك نقدر نربيهم ونوفر لهم عيشه حلوه. مش لازم نغير في الاكل برضو يا بكر؟ انا متهيألي كده ان احنا داخلين في دور عند ما يحللناش الا اللي مش موجود، او نسمع عليه اي اشاعه انه هيخلص نقوم نجري عليه جري عشان نخلصه بنفسينا. حتى كمان لو ما كناش احنا بناكل، احنا عايشين بس للاكل، مش بناكل عشان نعيش. مش حسب ما تعودنا يا بكر. مين اللي عودنا على كده؟ امهاتنا. لو كل ست علمت ولادها من الصغر ياكلوا اي حاجه، يشربوا اي حاجه ما دامت مغذيه ومفيده للصحه، كان خلاص. لكن كل ما فهمتش ان كتر الحشر بق العيل هو اللي بيديله الصحه. ما كناش لما نكبر نتهبل على الاكل بالشكل ده، ما كانش الاكل والشرب يبقى مشكله المشاكل. وتقصد حضرتك امهات مين بقى؟ امي انا يا ست. ايوه أنا. كده امك انت. احسن حضرتك محظور نجيب سيرتها ولا نمسها بكلمه؟ طبعا. لو امي انا لو عودتني من صغري ان اكل موجود، لو طلبت شاي وما كانش موجود تقدم لي بداله قرفه ينسون، كان زي بعضه. كانت عودتني على كده، ما كانش تبقى فيه مشكله شاي ولا رز ولا مكرونه ولا اي حاجه من الحاجات دي. يا سلام يا حلال المشاكل يا اخويا. لو ما كانتش امي انا عودتني ما اكلش الملوخيه الا بالفراخ ولا بالرز،
ما كانش الدنيا تتقلب لما اكل ملوخيه بلحمه من غير رز. لو ما كانتش امي علمتني لما تقلي سمك تعملي طبق دمعه عشان ما بحبش السمك، كان خلاص. لكن الطفل بقى كده بالشكل ده يميل لفرض ارادته على اهله، وكل ما يدلعوه يزيد اكتر واكتر، ونكبر على كده، واللي ما نلاقيهوش في البيت ندور عليه ونجري وراه لاخر الدنيا. من حكمه ربنا سبحانه وتعالى انه خلق لنا نعم كتيره عشان اللي ما نلاقيهوش نلاقي غيره. تقولي ايه بقى؟ يبقى اذا يا سي بكر، نعم، لا الحق عليك ولا علي، الحق على حماتي وحماتك اللي ربونا على كده. يبقى بقى يصح ان احنا نتخلص من العادات اللي عودونا عليها عشان ولادنا ما يورثوش عننا عادات اهالينا. عندك حق. ده بالك؟ لان عصرنا غير عصرهم، زماننا غير زمانهم. احنا لازم نطبع نفسنا بظروف العصر اللي احنا عايشين فيه. يا سلام عليك، لأول مرة في حياتي يبقى ألاقيك عندك حق، بس إياك الناس يعملوا زينا. أهو بقى سامعين، أهم سامعيننا لما يعملوا بمشورتنا ويلاقوا إن مشاكلهم زالت وصحتهم بقت عال العال ويبعدوا عن الأدوية والدكاترة، هيدعونا إن شاء الله. الحياة يا سهير أهم من الأكل والشرب، الحياة أكبر من كده بكتير. يا سلام عليك يا جوز يا بكر. يلا بقى علشان توصلني الشغل. اهو كده تعجبيني، نروح شغلنا ونحافظ على شغلنا وما نعملش اللومة شغلتنا. صح؟ صح وأبو الصح. الو مين؟ ايوه يا ستي، ما حدش منهم هنا. اهلا وسهلا. طبعا هقول لهم، من عينيا حاضر، من عينيا الاتنين. انسى يا خبر، لا وحياة عيونك منسى ابدا. بتكلمي مين يا زكية؟ وانت بتسألي ليه؟ مش لازم اعرف كل حاجة بتحصل في غياب بابا وماما؟ لا يا شيخة، منك لما هتبقي ست. يا لهوي. على كل حال اما تيجي ماما وبابا هقول لهم. تقولي لهم؟ طب ما تقولي لهم. بتهدديني ولا ايه يا اختي؟ ايه سام، ده انت لسه ما حصلتيش الركبه يا بنت. انا الواحد تتمريس عليا، ولسه اللي يعيش يا ما يشوف. ايه اللي بتعمليه ده يا سمير؟ بكتب اللي حصل في البيت وحضرتك غايبه. تكتبيه فين؟ وريني. ايه ده؟ تكتبي في المذكرات؟ مالك انتي ومال المذكرات الزوجيه؟ مالك انتي ومال المذكرات الزوجيه؟ اتكلمي، انا نبهت عليكي 100 مره ما تكتبيش ابدا في الدفتر ده وما تمسكوش خالص. امال اكتب اللي حصل في البيت فين؟ في كراسه المدرسه عشان الابله تمسكني من ودني؟ بلاش لماضه بقول لك انت كمان اوعي تاني مره تمسكي الدفتر ده. انت فاهمه؟ بس بقى ما تبقيش تقولي لي خلي بالك من البيت، ولما زكية تتكلم في التليفون ابقي قولي لي. كلمت مين في التليفون؟ انا دخلت عليها وهي بتقول من عيني يا روحي. انسى ازاي؟ لا مش هنسى، وحياة عيونك ايه بت يا دي ايه كده؟ والله عالية يا ست زكية. طب روحي انت بقى، روحي اعملي الواجبات اللي عليك. ايه حاضر يا ماما من عينيا. والله عال، انا اللي غلطانه اني اسيب التليفون من غير قفل، وغلطانه اللي اسيب طفله زي دي تسمع الكلام الفارغ اللي بتقوله زكية. يعني ايه بنتي كدابه؟ التليفون قدام حضرتك اهو، اتصلي بالست دولت واساليها وهي تقولي. بقى معقول هتقولي للست دولت انسى ازاي؟ يا خبر، لو وحياة عيونك مش هنسى. ايوه عشان بتقولي اوعي يا زكية تنسي تقولي لهم اننا عازمينهم على خطوبة سميحة اخت سيبك. انت فكرك لما هنروح الخطوبة مش هقدر اسألهم؟ بقولك ايه، ما تسأليهم دلوقتي احسن في التليفون على الاقل عشان تستريحي وتتأكدي ان كنت كدابة ولا صادقة. طيب روحي انت يلا شغل، اجري كملي شغل. عجيبة بقى الطفلة البريئة دي هتخترع الكلام ده وبالطريقة الله، ازاي تتكلم الكلام السايح ده؟ الله، انت قاعد هنا بتعمل ايه يا بابا؟ ايه قاعد بقرا. فرجني كده. يا بتقرا ست اللي لابسه مايو؟ مش عيب يا بابا؟ عيب؟
عيب ليه يا بنت يا سميرة؟ عشان لابسة مايو وجسمها باين. ما هو لو كان عيب ما كانوش حطوها في المجلة يا عفريت. قولي لي الأول أنت كنت فين؟ كنت مع ماما عند الست أم عصام. هي ماما لسه عند الست أم عصام؟ أيوة. وماما قالت لي روحي الشقة، أصلهم بيقولوا كلام مش عايزيني أنا أسمعه. لا يا شيخة، طبعا شافوكي بتبرنقي بعينيكي، عرفوا إنك بتستنطي فزحلقوكي، مش كده؟ بس أنا بقى لئيمة وعجبك، لئيمة قوي ما عندكش فكرة. يا سلام، طبعا طالعة لمامتك ولستك. وعملتي بقى يا لئيمة، عملتي إيه بس عشان أعرف لئيمة إزاي؟ قعدت أتسحب وقفت ورا الباب أسمع. على فكرة يا بابا، الست أم عصام دي بقى ما بتحبكش أبدا، عايزة تخلي ماما تكرهك. تكرهني إزاي يعني؟ شوف يا سيدي، بس ما تقولش لماما. الله، هو أنا فتان عشان أقول لماما؟ بتقول لها لو كان جوزك بيحبك بصحيح ما كانش يخليك تصرفي مليم واحد من ماهيتك. ده أبو عصام جوزي عمره ما خد مني مليم من فلوسي، بس مش عارفة أقول لك الكلمة أصلها صعبة قوي يا بابا. خلاص بقى روحي تهوي بقى، خلينا ننام. مش أنا أكمل لك الحكاية؟ هو لسه في تكملة؟ قالت لماما واسمحي لي بقى، جوزك بيعاكس يا ستات يعني؟ أنا بتكسف يا أخويا. وقالت لها كمان إن ما كنتيش مصدقاني أنا مستعدة أخليكي تشوفيه بنفسك. كده؟ طب خلاص. أسيبك بقى تنام يا بابا، بس اوعى تقول لي ماما أحسن خصمة. بقولك عايز أنام خلاص، ما تقعديش بقى تلتي، قلتيلي وخلاص. الله يعكنن على أمك وعلى أم عصام. انت ايه حكايتك يا بنت انت بالظبط؟ ايه بقى اللعبة الجديدة دي؟ ما تزعليش، مش هقولك حاجة. لا، حاجة زي ايه؟ بس اتكلمي. ذكية وتبلتي عليه. اتفضلي فضي اللي في معدتك. لا خلاص بقى، انا الحق عليا. حق عليكي في ايه؟ ما تنطقي. بابا. ماله بابا؟ زعلان اللي اتأخرت عند أم عصام ولا ايه؟ لا يا ستي، بابا كان ماسك المجلة وكان بيقرأ فيها، وفي المجلة دي كان فيها واحدة ست ولابسة مايو وعمال يبص في الصورة. يا هيرتك يا اختي، ما يبص، حتة ورقة حتة صورة. وكان بيبحلق للست اللي قدامنا لما فتح الشباك، وقعد يا ماما يقفل الشباك ويفتحه، يقفل الشباك ويفتحه كم مرة، وفاهم بقى اني عبيطة ومش واخدة بالي. هو كان بيقفل الشباك ويفتحه؟ كمان. بس وحياتك يا ماما، وحياتي انا ما تقوليلوش لحسن خصمك. انت جن مصور شيطانة، بقت ايدي نار في جسمي يا مفعوصة انت، وتقولي لي ما تقوليش لبابا بعدين خصمك. ايه مش عاوزاكي تقولي لي على ايه؟ اظن على المجله اللي فيها الست اللي لابسه المايو دي. لا على كل حال الحاجات دي ما تهمنيش ولا غير منها، بس كان يصح برضو تختشي من بنت زي بنتك ديت لما تشوفك وانت بتبحلق في صوره بالشكل ده. نعم يا اختي. ايوه يا اخويا، انا بنتي كنت بحلق في الصوره بتجري. طيب هفرجك. ايوه يا اخويا، اشخط فيها علشان تهرب من قدامك، والقلعن وقوفك في الشباك وتقفله وتفتحه كم مره كده اهوت، ولما تشوف الجاره بتبحلق فيها. هما الجيران يعملوا كده بس بقى مع بعض. ده بقى اللي قدرت عليه ست ام عصام. طب ما الست قدامك، روحوا زوريها اساليها حتى. اسالها اقول لها ايه يا راجل انت؟ جوزي كان بيشاور لك وبيبحلق لك. ما تسالي سميره بنتك اللي شافتني ببحلق في الصور، اساليها شافتني بشاور وبحلق للجاره. ما انا خلاص بقيت بكر بحلقاتي. على فكره ست ام عصام دي طبعا هي اللي قالت لك، وكمان قالت لك لو كان جوزك بيحبك ما كانش يخليكي تصرفي مليم من مهيتك، مش كده؟ ده ابو عصام ما بياخدش مليم من فلوسي. ما حصلش. ما حصلش ورحمة ابويا ما حصل. انا لا كدابة ولا جبانة، انت عارف كده كويس قوي، ومش غبية كمان علشان واحدة تقول لي كلام زي كده واصدقها، دي تبقى ناوية تهدم بيتي. وانا يعني اللي كداب ولا جبان؟ اشمعنى لما بقول لك ما حصلش ما بتصدقنيش؟ قبل مين اللي قال لك الكلام ده؟ اللي قالت لك ان انا ببحلق في الصورة وببحلق في الجارة. غريبة. بقى البنت دي تخلق كل الكلام ده؟ عقلها يفكر التفكير ده ازاي؟ مش ممكن يا بابا. هو الاطفال في السن ده عندهم دايما استعداد للخيال والتلفيق، ده الى جانب انها كمان بتروح تلعب مع بنات من سنها واكبر من سنها من غير اي رعاية لا منك
ولا من امهات اصحابها. ايوه بس انا بقول بدل ما احبسها في البيت وادي احنا كمان منعناها من اللعب في الشارع. انا ما كنتش اتصور ابدا انها تتعلم نقل كلام ليا وليك وتخلق حكايات بالطريقه ديت. برضو ارجع واقول ان الحق عليك يا بابا. نعم الحق عليا انا؟ ليه بقى يا ستي؟ هتكلفتيني ولا ايه؟ لا ابدا، لو ما كنتش بتاخدها في حضنك وتسالها ماما عملت ايه كانت بتقول ايه هي وام عصام، وعلشان ترضيك وعشان تحبها وتحبك تخترع لك كلام وتسمعه وتصدقه. هو ده اللي بيشجعها على الكذب واختراع حكايات ملهاش اصل ولا فصل، وتكبر وتبقى لفاءه واواله وكدابه. وحضرتك يعني بريئه، لا بتسمعي لها ولا بتشجعيها؟ امال كنت هتتخانقي معايا على البحلاقه الوهميه اللي اخترعتها بالنسبة للمجلة والجارة. يبقى الحق عليك ولا لا؟ انت عايز الجد؟ احنا الاتنين غلطانين. لا انا اديها وش لما تحكي لي، ولا انت كمان تديها وش لما تحكي لك، ولا تسمع لها اي حاجة. ها مظبوط؟ مظبوط فعلا. بس كمان ما تخليهاش تختلط بالبنات وتلعب وياهم الا تحت سمعك وبصرك وتراقبي كل حاجة. كده ولا لا؟ ايوه لازم ناخدهم نفسحهم في جنينة او نادي من النوادي، ما نقعدش كده هوت ابدا راكنينهم في البيت بالطريقة دي. لازم نفرغ كتلة النشاط اللي فيهم بطرق سليمة. إذا كان كده يبقى مظبوط، بس المهم إن الكلام اللي بنقوله ننفذه، نعمل برنامج لكده. إيه رأيك؟ معاك على طول الخط. إحنا مسؤولين عنه ولازم نوجههم التوجيه الصحيح، ودي رسالتنا في الحياة، لازم نأديها بكل اهتمام وإخلاص. صح؟ ده صح وأبو الصح كمان. فوزي، حسين، سميرة، زكية، انتوا يا ولاد. ايوه يا ماما. انت عليا يا ماما. ايوه يا ستي. اول حاجه يا ماما. فين الدفتر؟ دفتر ايه؟ الدفتر هيكون دفتر ايه يعني؟ قصدي مذاكره زكية. انا 100 مرة قلت ما حدش يشيل الدفتر من هنا خالص. صدقيني يا ماما انا ما شفتوش، وحياتك يا ماما ما شفتوش. تبقى انت يا عفريته اللي خدتيه، روح هاتيه مطرح ما خبيتيه. اتحركي يا بنت، امشي. لا ايه يا فير؟ ايه مالك بتزعق كده ليه؟ انا قلت للبنت ديت ما تاخدش الدفتر 1,000,000 مرة، مفيش فايدة ابدا. وحياتك يا بابا ما شفته ولا خدتها. خلاص حلفت لك بحياتي انها لا شافته ولا خدته. شوف انت بقى ضيعتيه فين. يلا اولاد يلا روحوا شوفوا شغلكم، يلا كل واحد يروح حته. سميرة ما تزعليش يا حبيبتي، حقك عليا. ما شاء الله. ايه النغمة الجديدة دي يا سباكر؟ نغمة ايه؟ يعني اشوفك بتزعقي الاولاد من غير داعي وعايزاني كمان اطنش؟ هم مش اولادي ولا ايه؟ ما هم اولادي انا كمان، وانا احن عليهم منك. لا ده الشيء اللي انتوا بتتوهموه يا ستات. الحنان والحب واحد، ويمكن حنان وحب الاب اكتر، بس بقى ما بيظهرش زيكم. اتفضلي. مش ده الدفتر اللي كنت بتحققي مع الاولاد عليه؟ انت جرالك ايه؟ ومش شايفاه جرالك ايه؟ فهمني. ما تبقيش تحققي مع الولاد اللي بعد ما تتاكدي. العدل كويس، مش توقفيهم زنهار عشان حته دفتر وتعطليهم عن مذاكرتهم وتزعليهم. احنا فين هنا في الادغال ولا ايه؟ ما شاء الله. تعرف اني سعيده بيك جدا نبي وحياتي دلوقتي اطمنت عليهم خالص. ما بقتش انا بس اللي بتفانى في حبهم، لا حظهم سعيد ان شاء الله. ابوهم بيتفانى في حبهم اكتر مني بكتير. دي حاجه ما تسعدنيش؟ تسعدك طبعا، ربنا يديم عليك السعاده. يا صلاة النبي على أولاد المدارس. إيه ده اللي عاملينه في نفسكم ده؟ انتوا كنتوا بتكنسوا الشوارع ولا بتمرغوا في التراب؟ يلا اغسلوا وشكم وغيروا هدومكم. استني انتوا كمان. قال يروحوا يغسلوا وشهم ويغيروا هدومهم كده بالبساطة دي؟ الله، امال عايز تعمل فيهم ايه؟ اسكت انت من فضلك، ما تتدخليش، خليني اربيهم يا استهانم. زكية شوفي لي حزام الجلد بسرعه. حزام الجلد؟ الحزام الجلد. عشان ايه بقى الحزام الجلد؟ اياك عايز تضربهم؟ انا بصرف دم قلبي على لبسهم، لازم يفهموا ان اللبس اللي مرمغين فيه التراب ده بيصرف عليه فلوس. الله، خش يا ولاد اسمعوا الكلام واغسلوا زي ما قلت لكم وشكم ورجليكم. قال يضربهم، قال يلا يا ولاد خش. حاضر يا ماما. اهو ده اللي ناقص. احنا فين هنا؟ في القرون الوسطى ولا ايه؟ احنا في القرن 20 وداخلين على 21 يا سباكر. بتهزقيني حضرتك؟ بتكسري شوكتي قدامهم؟ عايزه تطلعيني شيخه؟ بتضحكيهم على ابوهم ولا ايه؟ بكر ابعد انت عن اللي في دماغك ده، خليك اب وبس، رب اسره محترم. شؤون الاولاد والبيت دول مسؤوليتي انا. كده
طب تسمحي بقى حضرتك تشيلي الحلل والعلب والاطباق اللي على رف المطبخ؟ ليه اشيلهم ليه بقى يا سباك؟ عشان هقعد انا مطرحه، اعمله سريري ومكتبي. انا هنا مش طرطور يا استهانم، انا اللي اواجه واحاسب واعاقب. الولاد دول مسؤوليتي انا، انما مسؤوليتك انت التنفيض والمسح والغسيل. ده احنا الظاهر داخلين معركة تقيلة قوي. ويا عالم بقى هتنتهي على ايه؟ والله تنتهي زي ما تنتهي، لكن انا مش هتنازل عن حقي. انا ما بقاش صورة تتحط في تابلوه وتتعلق على الحيطة. اسمع بقى، اسمعني كويس قوي. نعم. اذا ما كانش عاجبك في 1000 حل وحل. شوفي بقى يا بنت الحلال، قلتلك 100 مرة البيت ده له رئيس واحد بس اللي هو أنا صاحب السلطة عليكي وعلى الأولاد وعلى الشغالة كمان. يبقى الله يعوض بقى على البيت وعلى الأولاد وعلى الشغالة وعليك انت راخر. تبقى انت يا عفريتة اللي خدتيه، روحي هاتيه مطرح ما خبتيه. اتحركي يا بنت. ايه يا سهير بتزعقي كده ليه؟ البنت العفريتة دي قلت لها 100 مرة ما تاخديش دفتر المذكرات، مفيش فايدة. وحياتك يا بابا ما شفته ولا خدته. اي حلفتلك بحياتي يا ست سهير. شوفي بقى انت ضيعتيه فين. ها ايه النغمة الجديدة دي يا سي بكر؟ عايزانا اطفشهم؟ مش ولادي ولا ايه؟ ما هم ولادي انا رخرة. انتوا طلعتونا كده بوش. هو انا مش من العيلة ولا ايه؟ انت بابا وهي ماما، امال انا ابقى ايه؟ انت تبقى ذكية. لا بقى انا اللي هقلد بابا المرة دي زي بعض، وانا اقلد ماما. الله، وانا انت ذكية. بتهزيني حضرتك؟ تكسري شوكتي؟ عايزة تعمليني شخشاخة وتضحكيهم على ابوهم؟ بكر ابعد انت على اللي في دماغك، خليك انت اب وبس، يعني مالكش دعوة بالاولاد ولا بالبيت. نعم، تسمحي تشيل الحلو والازاز والعلب والاطباق اللي على رف المطبخ؟ اشيلهم ليه يا سي بكر؟ عشان اقعد انا مطرح. هعمل رف سريري ومكتب، بعدين تقع من على الرف يا بكر. لا بقى، ماما ما قالتش الكلمة دي يا حادي، ده كان بابا شالها وحطها على الرف. يقدر هو بابا يا ابني يقدر يرف عينه قدامها؟ دي ماما هي الكل في الكل. ما تنساش اما بابا يزمجر وعينيه تحمر ويبحلق يمين وشمال وينفخ ويخبط برجليه وايديه يرعش البيت كله. ما شاء الله ما شاء الله، ايه الفتوح العظيم ده. الواحد ما يخافش عليكم الايام، ممكن الواحد يفتح بيهم سر. اتفضلي يا ربة الأسرة اللي مسؤولة عن البيت والأولاد، اتفضلي اتفرجي. واتفضل أنا ليه يا أخويا؟ ما تتفضل أنت يا رب الأسرة يا صاحب السلطة علينا كلنا. من خناقنا مع بعض قدامهم، من حب كل واحد فينا للمرياسة، الأسرة بقت بوظة. يعني هتعك في الآخر على دماغي؟ يعني أنا المحقوق مش كده؟ أمال إيه؟ تعكها على دماغي أنا؟ إياك أنا المحقوق أهي. أنت عايزة الحقيقة؟ طبعا الرجوع للحق فضيل. احنا الاثنين محقوقين. على فكرة انا سمعت النهارده حديث في الاذاعه انما عجبني جدا. تعرف ازاي ما يكون قصدنا احنا بالذات؟ يكونش حد من الاذاعه بيسمع خناقنا كل يوم علشان الاولاد ام عمل البرنامج ده. انا سمعت وسجلته كمان بجد. سبحان الله، كان معمول ليك انت بالذات يا بكر. نعم عشاني انا بالذات. لا ده مخصوص بقى عشانك انت يا استهانم. خلاص اسمعك التسجيل وتشوف هو قصد مين فينا. طب اسمع. الحياة الزوجية شركة تمت بالتراضي والاقتناع، ولا يمكن تبقى شركة إلا إذا كان أساسها الحب والاحترام، ولكل شريك من الشريكين اختصاصات في محيط الأسرة، يعني ما فيش انفراد لحد منهم بالسلطة. هو ده بقى المدخل. والمنازعات تفكك أواصر المحبة والوئام، وطبعا ده بينعكس على الأولاد. ايه رأيك بقى يا سباك؟ الكلام ده ليا ولا ليه؟ والله لحد دلوقتي الكلام ده موجه لينا احنا الاثنين. طيب. بس ماشي الشريط من فضلك وبلاش حدائق اهو. كل ما الزوجين بيحرصوا على علاقتهم الطيبة والاحترام المتبادل بينهم، كل ما كان لهم قدر كبير في عيون أولادهم، وطبعا يقتدوا بيهم. وبدل ما تقفوا تتخانقوا ويسمعوكوا الأولاد، اتناقشوا، اعملوا مائدة مستديرة وشاركوا أولادكم في المناقشة، خلي لهم رأي في المناقشة وقولوا لهم اللي صح
واللي ما يصحش. ايه الكلام ليا ولا ليك يا جارة؟ لحد دلوقتي الكلام لنا احنا الاتنين. مشي الشريط خلينا نستفيد. خناقكم ضرر على الأولاد إن كان قدامهم، ومش هتملكوا أعصابكم، هتهزوا شخصياتكم وطبعا هيقلدوكم. وإن كان بينكم وبين بعض هتعودوهم على الفضول والتصنت، ده أخطر على الأولاد. اتناقشوا في هدوء مع الأولاد في أسلوب التربية، هم نفسهم هتبقى عندهم حصيلة طيبة عن أصول التربية. هو ده الصح. صح صح صح، الحق على الاتنين. صح 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 صح. ازيك يا زكية؟ الله يسلمك يا ستي، كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة. هو ما فيش حد هنا ولا ايه؟ ما فيش غير سيدي في اوضه المكتب، والست الكبيرة قاعدة مع بسلامتهم في اوضتهم. الست الكبيرة كبيرة المقام ولا كبيرة العمر؟ الست سهير بتقول كده يا ستي. حضرتك صايمة ولا عامل لك حاجة تشربيها؟ صايمة يا زكية. ايه اللي عامل لك حاجة تشربيها دي؟ ايه اللي عامل لك حاجة تشربيها؟ لازم الست الكبيرة والست بنتها ما شاء الله عليهم فاطرين. لو حياتك يا ستي ما حدش في البيت فاطر ابدا. واشمعنى بقى عايزانا انا اللي افطر؟ مش واجب اسال يا ستي عشان اقوم بالواجب؟ كتر خيرك. اما اروح اشوف بكر. اتفضلي يا ستي. ماما اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبي. بعد اذنك بس اخلص الكلمتين اللي في ايدي وافضلك. بتكتب جواب؟ هو الصايم يبقى فيه عقل يكتب جوابات يا ابني؟ ازاي الصايم ما بقاش في عقل يا ماما؟ قصدي يا ابني يعني ما يبقى ذهنك متفتح عشان تكتب جواب رقيق لطيف المعاني. بالعكس يا ماما، ده الواحد يبقى ذهنه رايق وصافي. وعلى كل حال يعني انا بكتب مذكرات زوجية. الله ايه يا جدع انت عامل يا اخينا نارك زي بعض، ده كلام؟ عليها النعمه يا شيخ معمل لان، اما انك راجل ما تختشيش عديم الانسانيه والذوق. صحيح انا عديم الانسانيه والذوق؟ انا عديم يا عديم النظر والعقل. لو انت بني ادم صحيح تعمل اعتبار الخلق. طب توكل بقى، توكل قبل ما البسك الجردل في دماغي. توكل. كمان بتهددني بالضرب يا شاويش؟ وليش يا جدع توكل يا سيدي؟ انت عارف البدله اللي عدمتها العافيه دي ثمنها كام؟ ايه يعني هتكون ثمنها كام؟ ثمنها كام؟ 10 15 جنيه النهار ما تتمعظم يا جاهل. في بدله بالثمن ده نفرض ان ثمنها 10 15 جنيه وعلى قد فهمك يعني تقوم ترمي عليها جردل وحل اسود؟ والله لا اوريك يا شاويش يا عسكري يا بوليس. حاضر الجرايف. ايه بتنت على البوليس ليه؟ حضرتك مين الاول؟ انا الهواجي. انا المعلم. طيب هو بسلامته الصاب ولا مؤاخذه زعلك في حاجه؟ بس كرامتك بكلمه كده ولا كده لا سمح الله. والله يا شاويش بوليس النبي يا شاويش في بس حاضر ما تفهمنا. امال الكلام اخد وعطا. الله سبحان الله في طبع حضرتك يا راجل. شايف البدله عليها وحله وميه سودة على صفر على خضره وتفلي شاي على وشي وعلى قميصي، وبعدين تقول لي كده بكل برود في ايه؟ الكلام اخد وعطا. طيب يا شاويش يا راجل انا ده واقفك مع الشاويش. توبك حد ما تخافش دي تروح هوا. دي له مغزى ما نضيفه غسيل الجوز والشيش والطنباك. شيش ايه؟ يعني انا دلوقتي بقيت طنباك على معسل. انا احسن طريقه اعمل لكم محضر في القسم وانا بحالتي دي. يا راجل خليك ابن بلد امال وبحبوك، خليك فكاكه كده السماح حلو. امال تعال جوه الاول على البدله والقميص وانا ابعتهم لام العيال تغسلهم لك غسله، انما ايه على النعمه تحلف بيها العمر كله. هاكلهم لك اخر ماكو. وعمال ما شافوا كده يكون فقعت لك 2 3 4 قهوه على 5 6 شاي على كام شيش. تعال يا راجل امال خليك ابن بلد. تعال تحت ولقيناه. اجي فين؟ اجي على فين انا يا معلم؟ يا سيد المعلمين البدله خلاص ماتت، هو اللي بيموت بيحيى. الله يعوض عليا فيها. اسمح لي بقى، انت لا عايز تسامح ولا عايز نغسل لك الهدوم؟ تبقى حضرتك مشاكس. انت غلطان برضو خلي بالك. انا مشاكس وغلطان؟ غلطان وفتين غلطان. سوبر فن ده شارع عمومي. شارع مليان محلات. ما كناش نرمي زبالتنا في الشارع والميه الوسخه بتاع الجوز والشيش اللي قلت لك عليها قبل كده انها ميه نظيفه نرميها فين البول؟ هنوديها في بيوتنا. ما تتفتح امال ده يا فندم. امال فتح؟ انا اللي فتح؟ اتنصح كده. انا اللي اتنصح؟ ما شاء الله. الشارع اللي معمول للناس الرايحين والجايين علشان يمشوا فيه محترمين. الشارع اللي جعل عشان الناس تدبر مصالحها من المحلات اللي فيه، واللي عايزين يتفسحوا يروحوا سينما ولا مسرح. نعملوا مزبله مستنقع غسيل الجوز والشيش والطنباك ولازم منه. طب قول الحل انت محترم. حل؟ امال البلاليع وصناديق الزباله دي عاملينها ليه؟ يا سلام، يعني عشان خاطر سيادتك يروح الصابر يرمي الميه في البلاعه اللي بيننا وبينها 50 متر
نلم زبالتنا الصفايح كلها ونخلي الصبيان يمشوا بيها في مظاهرة لحد صندوق الزبالة اللي بيننا وبينها 200-300 متر. يعني ايه؟ هنضيع يوم كله على البلاعة وصندوق الزبالة؟ ما بلاش نشتغل، ما تتنصح امال لا يا شاويش تاني. ايوه يا سيد، ايوه يا سيد، مش حضرتك اللي كنت بتنده عليا؟ انت شايفني كويس يا شاويش؟ شايف النقراشه اللي انا متنقرشها؟ وده مين اللي نقرشك النقراشه المهببه دي؟ اللي نقرشني الاستاذ ده، قصدي المعلم ده والصبيه بيغلطني اللي بمشي في الشارع. كمان تسمع بقى تاخدنا على الاسم. تسمع؟ اتفضل معايا يا معلم. قال له بقى اتفضل. قال له بقى بقول دي 5 حادثه تعملها، بس النوبه دي يا معلم محدش هيرحمك يا سيدي. انا مستبرع اغسل له البدله والقميص واكوهم له وارجعهم له احسن مكانه. سيب بس ايدك. احسن مكانه ازاي يا يلا؟ ايه اللي احسن مكانه؟ طب ده انا جايب البدله امبارح بس، ده لسه اول لابسه ليها يا عالم. يلا يا معلم. ايه مش عايز تيجي؟ اتفضل معايا حضرة انت. وهو اصله ما يجيش الا ب2 3 هو عارف. بكر ايه ده؟ انت اتزحلقت في الوحله ولا ايه؟ لا يا سويس، اتغسلت بغسيل الشيش والجوز. يا خساره، دي البدله ما بقتش تنفع خالص. جاي الحزين يلبس بدله جديده نزلت على دماغه الوحله. انا عيان يا سويس، عندي انهيار عصبي، وديني المستشفى يا سويس، انا عايز ارقد في المستشفى. لا 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 لا, لا في 60 داهيه البدله يا بكر، خلاص تجيب غيرها ولا تزعل نفسك ابدا ولا تنقهر. غيرها منين يا ستي؟ دي البدله مكلفاني 30 جنيه، اجيبهم منين يا سويس؟ توفر كل شهر 2 جنيه ونص. بعد سنه يا روحي تشتري قماشه جديده وتفصل بدله جديده. بعد سنه؟ هو الواحد ضامن عمره يوم ولا 2 لما هستنى سنه؟ طول العمر تفصل بدل يا بكر. لكن اللي رمى عليك المية ده ما طبقتش في زمارة رقبته ليه؟ يا ناري، لو كنت سمعت كلامي وخلتني امشي معاك ما كنت سبته الا ما دفعته تمن البدلة كلها. ما احنا رحنا القسم واتعمل له محضر وكتب تعهد انه يدفع لي تمن البدلة. طبعا. الله، امال مالك زعلان ووشك مصفر زي الكركم ليه؟ هو عشان يعني تعهد يبقى خلاص؟ ده هيطلع روح، مرة يدفع ومرتين يعتذر و10 يستخبى، وعمل السكة بقى ياسا من القهوة للقسم ومن القسم للقهوة. مش بعيد يكون القهوجي. مش بعيد. ايوه القهوجي راح البيت جاب تمن البدله وجاي يدفعهم لك. في ناس كتير قوي طيبين ما يحبوش يكونوا السبب في اذيه حد ابدا. ستي يا زكية، عسكري جايب اشاره لحضرتك عشان تروحي القسم. الجاره اللي تحتنا عملت لك محضر. محضر؟ ايه يا سير محضر ليه وعشان ايه وبتاع ايه المحضر؟ وانا اشوف جايه لي ست ولا كانها عملت حاجه. ذكيه يا سيدي. نشرت غسيلنا في البلكونه من غير ما تعصر. نزل يشر على الغسيل بتاع الجاره، ما خلصهاش طبعا، وبعد كده راحت ومسحت البلكونه ورمت الميه في الشارع. ذكيه كده يا ذكيه. وانت يا بنت وحياتك يا سيبك، الست هي اللي قالت لي ما تعصروش الغسيل قوي لا يتقطع كده. يبقى انا رايح اعتذر للقهوجي. والله القهوجي ما يعرفنيش، على الاقل مش جاري. الله، انت بتقول ايه؟ تعالى هنا تروح تعتذر اللي ضيع لك البدله الجديده. ايوه يا استانب، اذا كنتوا انتوا يا متعلمين ما بتقدروش مشاعر الناس، ما يهمكوش الا غسيلكم وبس، وتغسلوا شققكم وبس، انما غسيل جيرانكم وشققهم وشوارع البلد ما تهمش. الله، دي ذكيه اللي عملت كده، وانا ذنبي ايه يا بابا؟ ذنبك انها مسؤوليتك انت اللي بتوجهيها، انت اللي تمنعيها ترمي الميه في الشارع وتخليها تعصر الغسيل كويس وتستنى ما تنشرش الغسيل ما دام الجيران ناشرين غسيلهم تحت، عشان ده ما يوقعش ميه على ده يبقعوا يوسخوا. طيب يعني ايه؟ يعني الحق عليا انا؟ طبعا. وانت مش الحق عليك؟ لا، انا الحق على القهوجي والصبيه. صح وابو الصح. مذكرات زوجيه، تأليف عبد الله بركات، بطولة سهير الببلي وأبو بكر عزت، وإخراج عصمت حمدي.